قبل ما نبدأ فيديو النهاردة حابب اقول لكم صلى على النبي. وفيديو النهاردة هيكون بحكاية جديدة، ويلا بينا على الحكاية. واول حاجة بنشوفها بيكون في بوابة مفتوحة في السماء، والبوابة دي عمالة بتنزل في وحوش، والوحوش دول بيكونوا مدمرين العالم كله. وبنشوف داخل احد الكهوف بيكون في تنين عملاق بيهاجم شخص، والتنين بس بيكون حاطط رجله على الشخص ده، والشخص ده بيكون بينزف من كل حتة حرفيا. ومن شدة وقوة التنين الارض من تحتهم بتنشق، والشخص اللي التنين كان واقف فوقه دي بينزل تحت الارض وبيكون حرفيا جسمه كله بيطلع دم. وبنسمع صوت بيقول لقد هولك سيف الهيمنة، وتم القضاء على بقية الفرقة، ولقد فشل التحدي رقم 127. وبنشوف اشخاص مرميين على الارض ميتين، والسيوف بتاعتهم كلهم بيكون مرميين على الارض، ونفس الصوت اللي احنا سمعناه الاول واللي احنا هنسميه دلوقتي النظام. رئيس غرفة اللعب تنين الظلام النهائي، والساعة المتبقية هي 94. بنشوف 3 اشخاص ماشيين وشايلين الاسلحه بتاعتهم، وبيكونوا عمالين يضحكوا ويهزروا وداخلين عشان يقتلوا التنين. واول ما بيخشوا جوه بنشوفهم هما مقتولين، والسور بتاعتهم متنطوره في كل مكان. وبنسمع صوت واحد من البشر بيقول انا ما اظنش ان في حد هيقدر يقتل الوحش ده، لانه قتل كل الفرسان القويين، وعلى ما اظن ان ما فيش حد تاني يقاتله. والنظام بيطلع وبيقول رجاء نهزم الزعيم قبل الوقت المتبقي، والوقت المتبقي هو 32 دقيقه و52 ثانيه، وفي حالة الفشل ستباد منطقة الاختبار. والوقت المتبقي هو 32 دقيقة و45 ثانية. وبنخرج بره للبشر، وفي واحد منهم بيقول لم يتبقى الكثير من المغامرين، حرفيا كلهم ماتوا على ايد التنين اللي جوه. وفي شخص تاني بيقول خلاص كده احنا في نهاية العالم، ومتبقي بس دقايق وكلنا هنموت. وبنشوف شخص خايف وعمال يعيط وبيقول في شخص دخل عشان يقتل التنين. والنظام بيطلع بيقول لك قد وصل متحدي جديد. وبالفعل بنشوف في رجل شخص خارجه من بوابه انتقال، وبنسمع صوت البشر اللي بره وهم بيقولوا ما زال هناك مجموعه لم تستسلم بعد، وان شاء الله هيخشوا ويقتلوا الوحش اللي جوه ده، وهيبذلوا كثره وجهدهم عشان يقتلوا الوحش اللي جوه ده وينقذوا بقيه العالم. وبالفعل بيكون في شخص خارج من البوابه دي، والنظام بيطلع والعدد المتحدين هو شخص واحد. وبنشوف في كاميرا عماله تصور الشخص ده، والبشر بره بيشوفوا الحدث ده وعمالين يتكلموا. وفي واحد بيقول الشخص ده باين عليه مش قوي، اول ما يخش التنين هينفخ في الشخص ده بس هيموت على طول. والتنين ده بيقول للشخص اللي داخل عليه انت بتتحداني بمفردك، انت مش خايف منه ولا ايه؟ وباين عليك كده انك عايز تموت بسرعه. والتنين بيكون بيضحك عليه وشكله باين عليه القوه، وبيقول له اذا لم تكن باي مقاومه عديمه الفائده هسيبك حي لمده 3 دقايق بس. والشخص ده بيكون واقف قدام التنين وبيكونش خايف منه خالص، والنظام بيطلع وبيقول تنين الظلام النهائي. وصاحبنا بيكون بيضحك ضحكه شريره وبيقول وصاحبنا بيكون بيضحك ضحكه خبيثه وبيقول له شكرا على النصيحه ايها التنين. وصاحبنا بيقول له كل برود كلما طال حديثك معايا طالت فتره حياتك. وصاحبنا ده بيكون بارد جدا وما بيكونش خايف من التنين، وبيقول له انا اتأثرت من كلامك لدرجة ان انا كنت هبكي. والنظام بيطلع بالمتحدي رقم 128 اندوري. والتنين ده بيتعصب من كلام صاحبنا جدا وبيجهز له هجوم في بقه، وبيكون الهجوم ده عبارة عن نار حرفيا. والتنين ده بيكون عمال يزود من الهجوم بتاعه عشان يقتل صاحبنا بكل سهولة. والنظام بيطلع بيقول المهارة الفريدة للتنين الظلام النهائي منطقة التأثير. وصاحبنا بيكون حاطط ايده ورا ظهره وبيجهز الدفاع بتاعه. وصاحبنا بيقول للتنين ده الهجوم بتاعك مرعب جدا. وبالفعل التنين بيبعت لصاحبنا الهجوم ده، والهجوم ده بيكون قوي جدا لدرجة ان هو بيدمر الارض من تحتيه. والتنين لما بيبعت الهجوم ده بيكون بينهك جدا عشان بذل مجهود كبير في الهجوم اللي فات ده، بيكون ما حصلوش اي حاجة. والتنين بيكون مصدوم من اللي حصل وبيقول مستحيل، ازاي اصلا انت تطلع من الهجوم بتاعي ده وما حصلش فيك اي حاجة؟ وصاحبنا بيرد عليه ويقول له انا جيت لك هنا ومستعد جدا ليك واخد كل احتياطاتي، فعشان كده الهجوم بتاعك ده ما اثرش فيا باي حاجة، وانا دلوقتي هرد لك الهجوم اللي انت بعته لي. بالفعل صاحبنا بيبعت له هجوم قوي جدا بيكون متشكل على هيئة تنين عملاق، وبالفعل بيروح يحوط التنين ده. والتنين ما بيكونش عارف يعمل ايه، وبيكون بينزف دم من بطنه. واما الهجوم بيخلص التنين بيكون مرهق جدا، وبيكون الهجوم بتاع صاحبنا اثر عليه بشكل كبير. النظام بتاع صاحبنا بيطلع وبيقول له تنين الظلام النهائي الصحة المتبقية هي 84. وصاحبنا بيقول الهجوم بتاعي ده اثر على التنين ب10 فقط. وصاحبنا بيرفع ايده وبيجهز للتنين ده هجوم تاني، والتنين بيكون خايف من صاحبنا جدا بيقول له انت بتعمل ايه يا مجنون؟ وصاحبنا بيقول له هتعمل ايه لو غادر المشاهدين بسبب هذه الحركة الرديئة؟ وصاحبنا بيكون الهجوم بتاعه ده عبارة عن سلاسل عشان يحوط التنين بيه.
والنظام بيطلع بيعرفنا اسم الهجوم بتاع صاحبنا، وبيقول اسمه سلسلة رابط الروح، وبالفعل بتحوط التنين، والتنين بيكون بيحاول يهرب، لكن ده مش هيفيده بأي حاجة عشان السلاسل بتحوطه من كل مكان وبتنزله على الأرض مرة تانية، وصاحبنا بيكون الهالة محوطة من كل مكان وبيكون بيستعد الحاجة احنا ما بنكونش عارفين ايه الحاجة دي، وبنشوف الوحش من قوة هجوم صاحبنا بينزل تحت الأرض، وصاحبنا بيمسك الشيء ده ما بنكونش عارفين هو ايه، وعلى طول بيحطها قدامه وبنشوف ان دي حاجة تشبه زي سبورة، لكن الهالة محوطة من كل مكان، بيكون مكتوب فيها المعلومات المصرفية لمكافحة التصفية، والفرع هو 178 لإنداوري، وبنشوف في كاميرا عمالة بتصور كل اللي بيحصل ده عشان البشر اللي بره يشوفوا هو ايه اللي بيحصل جوه، وصاحبنا بيقول الوقت المتبقي هو 22 دقيقة و52 ثانية، انا هستنى دقيقتين كمان، وصاحبنا على طول اما بيشوف الكاميرا دي بيمسكها وبيقول لو عايزين نقتل التنين ده هتدفعوا لي فلوس عشان اقتله، والفلوس اللي انت هتدفعها دي بمقابل حياتكم، شوفوا بقى انت هتدفعها قد ايه، والناس اللي بتبص عليه بتقول له هو انت مجنون ولا ايه، اقتله على طول، دلوقتي الفلوس مش مهمة عشان احنا كلنا على فراش الموت، وانت كمان ممكن تموت في اي وقت، وصاحبنا بيكون متضايق منهم وبياكل الكاميرا وبيقول طلب المال في هذا الحالة كما انه احمق، والتنين بيكون هيكسر السلاسل بتاع صاحبنا، بالفعل صديقي بيكسرها وبيقول لصاحبنا انا هدفعك الثمن غالي جدا، وبنشوفه هو بيجهز له هجوم في بقه، والهجوم ده بيكون باين عليه قوي جدا، والنظام على طول بيحذر صاحبنا بيقول له تحذير لقد قام تنين الظلام النهائي بتنشيط مهارته القصوى لهيب الغضب الامبراطوري، وبالفعل صديقي بيطلق الهجوم ده على صاحبنا على طول، والهجوم ده بيكون باين عليه ان هو قوي جدا، وتفتكر يا صديقي ان صاحبنا هيموت من الهجوم ده؟ لا والله، صاحبنا على طول بيعمل درع وراه والدرع ده بيتصدى للهجوم ده، وصاحبنا اصلا ما بيكونش مهتم بالموضوع ده اصلا، وبيكون راقد على السرير وبيشرب الشاي، والتنين اول ما بيشوف صاحبنا مش مهتم بيكون غضبان جدا لدرجه ان عينه بتحمر وبيكون خارجه منها الهاله، وصاحبنا بيحط الشاي مكانه وبيقول له انت ما تعرفش ولا ايه، انا ما قلتلكش قبل كده انك تفضل هادي، لم يتمكنوا من روايه رقم حسابي، وبنسمع صوت التنين وبيقول ده مستحيل، ده مش مهتم بيا خالص، ازاي يتصدى لهجومي، حتى كمان ما تعرفوش ان دي اقوى هجماتي، وكمان الهجوم ده سري وما بفعلوش على اي حد، وصاحبنا ما بيكونش مستمع ليه اصلا وبيكون بيلعب في التليفون بتاعه، وبنشوفه قاعد على الكرسي والدنيا من حواليه بتكون متدمره حرفيا، وبيقول لقد حصلت على 100 مليار فقط حتى الآن، وأصلا ده كله بيكون بيتكلم الكاميرا اللي وراه، وبيقول للناس اللي بيشوفوه أراكم لاحقا يا أصدقائي، وعلى طول بيقفل الكاميرا، والناس بره بتكون مصدومة من قوة صاحبنا لأنه حرفيا أقوى هجمات التنين ما أثرتش في صاحبنا بأي حاجة، وما بيكونش مهتم بيه أصلا لأنه بيكون قاعد وبيلعب في التليفون بتاعه، والناس بتكون غضبانة جدا من صاحبنا وبتقول عشان قفل الكاميرا وما خلاهمش يشوفوا هو اللي هيحصل تاني، والبنت دي بتكون شايلة ابنها وخايفة وبتقول على ما أظن الشخص ده هو المتحدي الأخير، وإن هو مات العالم كله هيتدمر، فأرجوك أسرع وأنقذنا، وبخش مبنى من المباني دي بنشوف في شخص متضايق جدا وبيكون في 2 من الأشخاص ماشيين وراه، والشخص العجل التخين ده بيقول لهم أنا دفعت المبلغ للشخص ده كله، والشخص اللي وراه بيرد عليه وبيقول له إذا فعلنا ذلك ستكون هناك تكسيرات دمائية على مستقبل العمل، وعلى طول بيشوف الأوراق في وشه وبيقول له يا لك من مهرج عاجز، نستطيع القلق حول ذلك لاحقا، وبيقول له هو غضبان جدا حول كل الفلوس بتاعتنا على حسابه، وبنرجع لصاحبنا تاني وبيقوم وبيقول أخيرا حصلت على المبلغ اللي أنا كنت بحلم بيه، دلوقتي أنا أغنى واحد في العالم، والنظام بيطلع لصاحبنا وبيقول له المهنة الفرعية صائغ الروح، وصاحبنا على طول بيدوس تفعيل، وبنشوفه هو واقف حوالين أجهزة كتير وبيقول بضحكة شريرة دلوقتي نروح وننقذ العالم من الوحش ده، وصاحبنا بيشتري 3 حاجات، وأول حاجة اسمها روح ساحر المانا، والحاجة التانية هي روح التنينة، وتالت حاجة وآخرهم هي روح السيد، والنظام بيطلع بيقوله تجميع العناصر المحددة، وصاحبنا بيستدعى السيف بتاعه وبيكون اسمه السيف المقدس لحرف الروح، وبنرجع للتنين تاني، والتنين ده بيكون خايف جدا وبيقول له هو انت مجنون ولا ايه يا واخد، انت عايز تقتلني فقط بالسيف الصغير والضعيف ده، دي بجد مهزله وانا مش هسكت على الموضوع ده، وبيقطع السلاسل المتبقيه بتاعت صاحبنا وبيكون بيطير عشان يهجم على صاحبنا، لكن صاحبنا ما بيدلوش فرصه وبيطير في الجو وبيقطع ايده، بعدها على طول بيروح بسرعته الكبيره وبيقطع الحتت حرفيا، ومن درجه سرعه احنا ما بنشوفوش هو بيقطعه، وبنكون باين على وش صاحبنا الوحشيه والرعب، وبيكون الدم بتاع التنين ده محوط كل المكان، واول ما صاحبنا بينزل بيرفع السيف بتاعه وبيقول لقد تم تحديد موتك بالفعل، وبيكون السيف بتاعه مليان بالدم التنين، وبيكون صاحبنا بيضحك ضحكه شريره وبيقول انا دلوقتي بقيت اغنى واحد على كوكب الارض، وبنشوف النهار طلع وبنخش جوه المبنى ده بنلاقي كل اللي حصل ده يا صديقي وهو لعبه،
بيكون بيلعب بالشخص ده وبيكون باين عليه التعب جدا، والنظام بيطلع بيقول له انتهت اللعبة، لقد نجحت في اجتياز الاختبار النهائي. وصاحبنا بيخرج من الشخصية اللي هو كان بيلعب بيها وبيكون فرحان جدا وبيقول تمكنت من انهاء هذه اللعبة. وكل اللعبة دي اسمها لعبة الاحتيال، والنظام بيطلع بيقول له تجربة واقعية افتراضية مدهشة ممتعة ومليئة بالإثارة ومزودة بدقة عرض اتصال إلى 16,000. بنشوف في نفس اللعبة بيكون في أشخاص عمالين يقتلوا الوحش ده، وصاحب ده بيقول تجربة واقعية افتراضية مدهشة ممتعة ومليئة بالإثارة ومزودة بدقة عالية جدا. يمكن للاعبين سمع الأشياء وشمها والشعور بها من خلال أجهزة الواقع الافتراضي الخاصة بهم. لعبة تقمص الأدوار في عالم مفتوح على الإنترنت، والنظام بيطلع وبيقول من ينهي اللعبة دي سيحصل على موارد غير محدودة ما بتخلصش حتى لو مرت 10,000 سنة. ونشوف الشخصين دول بيلعبوا اللعبة وبيقولوا اللعبة دي جميلة جدا وجوازها هي روحها جميلة. وصاحبنا بيكون بيلعب اللعبة دي وبيقول أنا أكون أحد الأشخاص الذين يستمتعون باللعبة ويضحكون وأقول أشياء مثل من فضلك قم بتحويل الأموال إلى حساب الباقي وأشياء من هذا القبيل. والنظام بيطلع والفريق خد استراحة، والشخصين دول بيكونوا واقفين وواحد منهم بيقول أنا جائع يلا نروح ناكل، والشخص الثاني بيرد عليه بيقول له يلا نروح المطعم بتاع الأكل. والشخص ده بيكون قاعد ومرهق جدا وبيكون بينزل ميه من كل حتة حرفيا، وبيقول في ذلك اليوم كنت في موقع العمل كالعادة كنت بقول سنقوم بإزالة الخطأ بعد الظهر بالفعل. وبيكمل كلامه بيقول بعد فشلي في إيجاد وظيفة حاولت كسب لقمة عيشي من خلال العمل بدوام غذائي كعامل بناء. كنت طول النهار أشتغل تحت أشعة الشمس الحارة، وكانوا زملائي الكبار كانوا عمالين يسخروا بيا، وقاعد بياكل بيسمع رسالة جاية من التليفون، واول ما بيفتحوا بيقول ايه هي اداره بيرون دي، لكن انا اتذكر ايقاف تشغيل الاشعارات في البريد الالكتروني الخاص بيه. وبنقرا الرسائل اللي جات له على التليفون بيقول له تهانينا لقد حصلت على المركز الاول المتميز في تصنيف بوت المعركه خلال الاختبار التجريبي، سيتم اضافك المكافاه الى حسابك البنكي كم يجب ان يتم ارسالها بالفعل، يرجى التحقق من ذلك، من فضلك استمر بالاستمتاع بحياة بيرون الخاص بك. وصاحب ده بيضحك وبيقول هل أصبحوا يرسلون الرسائل البريد الإلكتروني الاحتيال الآن؟ صاحبنا بيقول لهم ماشي سأتحقق منه الآن. وصاحبنا بيكون بيشرب لكن بيتصدم بيقول لا يمكن أن يوجد أي أموال هنا، لكن بيتصدم لأن بيشوف في حسابه البنكي 1,000,000 جنيه حرفيا. والعامل ده بيجي يناديله وبيقول له وي، والعامل ده بيجي يناديله وبيقول له وي بعد إذنك أنا عايز أطلب منك طلب بعد الاستراحة. والعامل ده بيروح له بيحط إيده عليه وبيقول له انت كويس ولا ايه، هو انت بتشعر بالسوء؟ لكن صاحبنا ما بيردش عليه وبيزقه والميه بتقع من ايده وعلى طول بيجري من المكان. والشخص ده بيقول له انت رايح فين يا عنده، استنى لحظه. ولكن صاحبنا ما بيسمعلهوش وما بيردش عليه، وهو بيجري بيكون فرحان جدا وبيقول اذا كان ذلك الكلام حول موارد غير محدوده لا تنفذ حتى لو مرت 10,000 سنه. وهكذا دخلت الى اللعبه بكل قوتي. وبالفعل بنشوفه داخل اللعبه بيكون في اشخاص بيقتلوا وحش شرس وضخم جدا. وصاحبنا بيقول اللعبه دي قاسيه جدا ومتعرفش الرحمه، يقوم حارس البرج بتدمير المستخدمين المهزومين مع بياناتهم، وفي زنزانه ذلك البرج يكون موقع المخرج دائما عشوائي. وبيكون صاحبنا لسه هيكمل كلامه لكن بتلاقي ضربه جايه له ببطنه قويه جدا لدرجه ان هي بتخليه ينزف دم من بقه ومن مناخيره. وبيكمل كلامه وبيقول الألم الذي نشعر به من تلك الضرر كبير جدا لدرجة انه ممكن يموتك. وبنشوف صاحبنا واقف في نص مجموعة من الناس، والناس دول بيكونوا ماشيين، وصاحبنا بيقول قرر العديد من اللاعبين الرحيل. وبيساعدنا بيكمل كلامه وبيقول لقد كسبت مما يكفي من المال لتغطية نفقات المعيشة من خلال العمل بدوام جزائي. وبيكون في شخص عمال يخبط على باب صاحبنا وبيقول له يا عنده افتح الباب يا واخد، انت هتدفع المال امتى؟ دلوقتي اخرج هنا وكلمني. وبيكون كل ده صاحبنا بيفكر فيه وبيكمل كلامه وبيقول عشان العب اللعبة دي فترة طويلة خدت بعض القروض وغرقت نفسي في الديون، ومع ذلك ما فيش قدامي خيار غير ان انا استمر على امل وعد موارد غير محدودة لا تنفذ حتى لو مرت 10,000 سنة. بنخش مع صاحبنا في اللعبة وبيكون ماشي والنظام بيقطعه بينادله وبيقول له تهنينا لقد انتهت اللعبة، الخبرة اللي انت اكتسبتها هنا سيكون بلا شك موارد لا يقدم بثمن بالنسبة لك. وصاحبنا على طول بيخرج من اللعبة وبيقلع الخوذة اللي كان لابسها وبيقعد ويكون بينهج وبيقول فعلتها بالفعل. وعلى طول بيرقد على الارض وبيمسك تليفونه وبيفضل يلعب فيه، وبيكون مبعوث له رسالة على التليفون بيكون مكتوب فيها الموضوع بروفيسي اونلاين مع الاداره. وعلى طول صاحبنا بيدوس عليها بس بيكون متوتر، واول ما صاحبنا بيخش بتلاقي مكتوب فيه مؤخرا تم تحقيق هدفنا وظهور اللعبة الذي انهى اللعبة، ولذلك سيتم الان انهاء خدمة بروفيسي اونلاين والمكافآت. وصاحبنا بيكون مصدوم بيقول له استنى، واللي في التليفون بيرد عليه بيقول له نودي ان نشكر دعمك على مر السنين من إدارة بروفيسي أونلاين.
وصاحبنا من صدمته بيوقع التليفون بتاعه والتليفون بيتكسر، وبيقول ماذا عن مكافئتي، هي كده خلاص راحت. وصاحبنا بيقعد على الارض وبيكون زعلان وبيقول بما انني انهيتها سيدفعون لي مبلغ جيد اليس كذلك؟ انه مبلغ كبير من المال، عشان كده سيستغرق الامر بعد الوقت للتحول. وده هو البيت بتاع صاحبنا من بره، وبنخش صاحبنا تاني وهو ماشي رايح ناحية السرير وبيقول بكرة ان شاء الله هعرف كل حاجة، انا متأكد لم يتم ايداع اي شيء في حسابي. بعد ان استلمت المليون ين اتساءل الى اي مدى سيكون الامور افضل لو توقفت فقط في منتصف الطريق، بس ده ما يهمنيش وانا ندمان جدا، لقد فات الاوان. وبيعدي على صاحبنا اسبوع وبنشوفه هو لسه راقد على نفس السرير وبيقول وهو ايه اللي هيحصل في الصباح الباكر، وبيمسك التليفون بيقول التليفون ده مش بتاعه، هو جه منين؟ وعلى طول بيشد انتباه صاحبنا اشعار من النظام بيقول له الحدث الرئيسي فشلت محنة الجليد، تم تدمير موسكو، حدث رئيس جديد محنة الارض بدأت، والمتبقي هو 43 يوم و7 ساعات و58 دقيقة، رجاء يهزم الزعيم قبل الوقت المتبقي. منطقة الاختبار اليابان، في حالة الفشل ستبدأ منطقة الاختبار. وساعدنا بيلف دماغه وبيبص ناحية الشباك وبيقول هل يمكنكم جميعا روايتها؟ هذا هو الوضع الحالي في موسكو، لقد تدمرت المدينة بالكامل، أعلنت الحكومة الروسية إن لا أمل في النجاة. علاوة على ذلك ظهر فجأة مخلوقات عمالقة مجهولة الهوية، يبدو أن المدينة تعرضت للهجوم من قبل ما يسمى التنانين، وبنشوف وسط التنانين دول والدمار ده في طيارة جاية من فوق، والبنت اللي راكبه فيها بتقول التنانين دمرت موسكو بالكامل وعلى وشك الحدوث في اليابان ايضا. والمعلومات اللي انا قلت لك عليها دي احنا لسه شايفينها دلوقتي. بنكمل الاحداث بتاع الحلقه اللي فاتت، وبيكون اخر حاجه شفناها لما عنده كان بيلعب لعبه، واللعبه دي اتحققت في الواقع، والنظام طلع له قال له حاجه مهمه جدا، والحاجه دي هي كل ما هتقتل وحوش كل ما قوتك هتزيد والنقط الخبره بتاعتك هتزيد. وبنكمل احداث وبنروح للمذيع ده وهو بيقول انا مش مصدق اللي بيحصل قدامي ده، احنا مش في مسلسل الكايجو، وعلى ما اظن كده اصلا الفيديو اللي جالنا ده هو مفبرك ومش اصلي. والراجل اللي جنبه ده بيقول له ويمكن الفيديو ده حقيقي وما يكونش مفبرك. وبنروح مع البنت ده وهي راكبه الطياره ومعديه على منطقه الوحوش، وفي وحش منهم بيفضل يزعلهم وبيطلع هاله كبيره من بقه، والهاله دي هزت الطياره والبنت دي كانت هتتاذي، لكن بتقول للطيار بتاعها امشي على طول المكان ده عشان لو فضلنا هنا هنموت حرفيا من تلك الوحوش العملاقه دي. والوحش بيقول لها عودي الى هنا، شكلك كده هتبقى وجبه لذيذه ليا. والمذيع ده وهو قاعد بيسمع انفجار قوي جنبه وبيقول هو ايه اللي بيحصل وايه الانفجار القوي ده؟ وبنسيبنا بقى من الاشخاص دول وبنروح لصاحبنا عنده وبيكون بيقرأ الاشعار بتاع النظام وبيقول هذا لا يحدث بسبب تحركات الصفائح القرية، وعلى طول بيجري من المكان اللي هو فيه وهو بيجري بيقول على الرغم من ان الوحوش مدمرة القرية اللي انا فيها وعلى وشك كمان ان هي تيجي عندي، الا ان انا برضو مش مهتم وقاعد في مكاني. وبنخرج بره في المدينة وبنشوف كل الاشخاص طلع لكل شخص منهم حاجة اسمها النظام، والحاجة دي بيتعرفهم على الحاجات اللي بتحصل في العالم وبتعرفهم ايه قوتهم الحالية. وصاحبنا بيكون خارج وهو ماشي بيقول انا لو ما اتحركتش دلوقتي وقتلت الوحوش وخدت المزيد من القوه فهموت حرفيا. وبنشوف البنت دي وبتكون لسه طالع لها النظام وبيقول لها الحدث الرئيسي وهي على طول بتدوس عليه وما بتكونش عارفه هو ايه ده. وبنرجع لصاحبنا تاني وبيكون شغال النظام وبيكون مكتوب فيه من ناحيه الارض المتبقيه هي 43 يوم و7 ساعات و58 دقيقه، والمنطقه الاختبار هي اليابان، والتقدم بتاع صاحبنا هو 0. بنشوف صاحبنا هو خارج وبيقول الخبرة التي اكتسبتها هنا ستكون الموارد بتاعتي لا تقدر بثمن بالنسبة لهم. وهو ماشي رسالة بتجيله في التليفون وعلى طول بيفتح التليفون وبيقرأها وبيكون مكتوب في الرسالة دي الموارد التي ذكرتها الإدارة إشارة الاستراتيجية المختلفة في اللعبة. وصاحبنا بيقول أنا الشخص الوحيد اللي قمت بإنهاء اللعبة دي، وكمان أنا الذي لدي القدرة على تغير العالم ده، وكمان أنا اللي لدي القدرة على إنقاذ هذا العالم. وعلى طول بيفتح باب شقته وبيخرج منها وبنشوف صاحبنا وهو خارج وبيكون شكله فخم جدا، وصاحبنا بيضحك ضحكة شديدة وبيقول أنا هستغل القوة اللي عندي وهجيب بعض المال. وبيخرج بره في الشارع وعلى طول بيجري وهو بيجري بيقول بمجرد أن تصبح التوقعات على الإنترنت حقيقية سيكون هناك منافسة شرسة للمطالبة بأماكن لكسب نقاط الخبرة وزيادة قوتهم، وانا دلوقتي هتوجه لاقرب زنزانة حاليا عشان اخش فيها واكتسب النقاط الخبرة. وبالفعل يا صديقي بيكون متوجه ناحية الزنزانة دي، بيكون الاشخاص من حواليه كلهم خايفين من الوحوش اللي بيهجموا عليهم وبيقولوا احنا دلوقتي هنستخبى في انهي مكان، وكل مكان اصلا هنروحه هنتلاقي فيه وحوش، وطبعا اول ما الوحوش هتشوفنا هتقتلنا على طول واحنا ما عندناش القوة ان احنا نقتل الوحوش دي. وصاحبنا اول ما بيسمعهم بيقولوا كده بيكون خايف وهو بيجري لا اي وحش يهجم عليه دلوقتي وياكله، ولكن الشخص ده بيقف قدام صاحبنا ويزعله وبيقول له توقف هنا ايها الوغد. وصاحبنا اول ما بيشوف الشخص ده بيقف على طول وبيكون
بيكونش عارف هو مين ده، وبيكون الوغد ده بيكون واقف بكل فخامة وما بيكونش خايف من الوحوش، وكمان ماسك سيجار، وبيقول لصاحبنا تتجاهل التذكرة وتخرج من هنا، انت بالفعل واخد. وصاحبنا اول ما بيتأمل في الشخص ده بيعرف هو مين، وبيقول كانوا من شركة الكرشة للقرود. والواخد ده اول ما بيخلص السيجار بيرميها وبيقول لصاحبنا انا كنت دلوقتي جاي للمنزل بتاعك، وهو انت جيت لي دلوقتي لحد عندي. والسيجاره بتاع الواخد ده بتكون جت في وش صاحبنا، وبنروح في فلاش باك كده مع صاحبنا قبل سنه واحده لما كان بيلعب اللعبه دي وهو قاعد في الغابه وبيقرا اشعارات النظام، وبيكون النظام بيقول له اولئك الذين يبحثون عن ثروه هائله في النبوه عبر الانترنت ستقوم شركتنا الماليه باقراض 200 الف ين بدون فوائد لاولئك الذين يجتازون فحوصنا، تقليل الوقت الذي تقضيه في صنع المال وزياده وقت اللعبه، ومع ذلك فاننا سناخذ نصف المكافاه التي حصلوا عليها اولئك الذين حققوا ثروه هائله. وساعتنا بيكون فرحان جدا وبيقول يمكن اقتراض 200 الف ين بدون فائده، ويجب عليك فقط سداد المبلغ بمجرد حصولك على المال، وانا بالفعل احتاج الى قرض المال ده، ولكن ده في الواقع كان فخ منهم، وبالفعل لقد قاموا بايداع مبلغ 200 ين كما وعدوا، ومع ذلك بمجرد ان انفقت كل شيء ارسلوا عقد بسرعه فائده مرتفعه جدا، وفجاه لهم لم اتمكن من اجتياز الفحص، وطلبوا مني ان انا ادلهم 50 في 10 ايام فقط. لذلك بحثت عن قروض بطاقات بسعر فائدة أقل قليلا لجمع الأموال لسداد الدين ده، لكن عندما يحاول سداد المبلغ تعمده هؤلاء الرجال بخداعي وبدأوا يعلوا الفائدة. وبنرجع معاهم في الواقع تاني وهو الواخد أبو شعر أصفر ده بيقول لصاحبنا المفروض دلوقتي إنك تسد المال اللي عليك، صحيح يا أندو ولا لأ؟ وأندو بيقول له بكل عصبية بالرغم من أنك لم تسمح لي بالسداد. والشخص ده ما بيخلوش يكمل وبيقول له الاشخاص اللي مش عايزين يسدوا الدين دايما بيتحججوا زيك كده يا اندو، انت بالفعل حقير وانا جاي هنا عشان بعض الامور المختلفه. والواخد ده بيكمل كلامه وبيقول له لقد قلت انك تلعب بالبرون اليس كذلك يا اندو؟ لكن اندو ما بيردش عليه وبيكون متضايق منه جدا. والواخد ابو شعر اصفر بيكمل كلامه وبيقول له حال العالم دلوقتي هي مثل تلك اللعبه اللي انت كنت بتلعبها، وبيروح على طول على اندو وبيمسكه من التيشيرت بتاعه وبيقول له انت تعرف شيء اليس كذلك؟ اعطيني كل المعلومات التي حصلت عليها. ولكن اندو ما كنتش عارف هو بيتكلم عن ايه ومعلومات ايه اللي انا هقول له عليها. واندو بيقول له شيل ايدك القذره دي عني. والواخد ده بيقول لاندو اتكلم معايا باسلوب احسن من كده، ولو انت ما دفعتليش الدين اللي عليك فانا هروح ابلغ عليك واخليك تسجن مدى حياتك. واندو بيقول له ساعطيك معلومات مفيده. وعلى طول عنده بيفعل مهارة وهي مهارة المبتدئين، قبضة المبتدئ، وبالفعل المهارة دي بيكون قوية جدا، والنظام بيطلع وبيقول يزيد من قوة القبضة بنسبة 50%. وعنده على طول بيضربه ضربة، والضربة دي بتكون قوية جدا وكفيلة ان هي تقتله، ومن قوة الضربة دي بتخلي وشه كله ينزف دم وبتنتر بعيد وبينزل على الارض بقوة شديدة. وعنده بيروح عنده بيقول له دلوقتي في العالم ده انا الاقوى منك بشكل كبير، بس على ما اظن كده انك مش سامعني من الضربة دي، صح ولا لا؟ وعلى طول صاحبنا عنده بيسيبه وبيمشي، وبنروح مع الاشخاص دول هم راكبين العربية، والشخص ده بيقول للبنت اللي قاعدة جنبه دي الان تلك كانت مهارة برون اليس كذلك؟ وهي بترد عليه بتقول له اجل يا سيدي. والشخص ده بيقول لم اعتقد ابدا انني ساكذب شخصا ذو خبرة بهذه السرعة. وبنسمع صوت بيقول وسرعان ما سينهار القانون والنظام وسيتم إعادة كتابة كل شيء في العالم. نرجع تاني مع الشخص ده وهو بيقول لقد بدأ هذا يصبح مثير للاهتمام، وبنشوف صاحبنا توجه ناحية الزنزانة دي، وبيكون الزنزانة دي اسمها ملجأ الماعز. وعلى طول صاحبنا وهو واقف بيسمع صوت وراه وبيقول الزنزانة دي بالظبط زي الزنزانة اللي في البرون. وصاحبنا أول ما بيسمع الصوت ده بيبص وراه وبيقول إنه في أشخاص بالفعل هنا، وبالله الأشخاص اللي جم دول هم الأشخاص اللي كانوا بيتكلموا من شوية. ولكن صاحبنا بيهتمش الموضوع وبيخش للزنزانة دي وبينزل من على السلالم، والسلالم دي بتكون كبيرة جدا، وبيكون صاحبنا نازل وبيتأمل في المكان، لكن هو ماشي بيسمع صوت جوه اكتر. المكان ده فيه ريحة دم قوية جدا، وعلى طول اول ما بيوصل للمكان ده بيتلاقي مجموعة من الوحوش ميتين قدامه. ولما بيدقق اكتر في المكان وبيبص جوه بتلاقي الاشخاص دول وهم اللي موتوا الوحوش دول. والشخص ده بيقول في شخص اخر وصل لي هنا. والشخص ده بيقول لصاحبنا ادام انت عارف المكان ده وجيته يبقى انت كنت لاعب سابق في لعبة البرون اليس كذلك؟ وصاحبنا بيقول له صح، انتوا بقى اللي قتلتوا الوحوش دي كلها. وهم بيردوا عليه وبيقولوا له صح احنا اللي قتلنا الوحوش دول. والاشخاص دول بيقولوا له الوحوش دي عالية المستوى وتسمى السحال المضيئة، انا لو ما جيتش هنا قبلك وقتلت الوحوش دي كنت زمانك انت ميت من الوحوش دي. ولكن صاحبنا ما بيردش عليه وبيقول السحال المضيئة هي ذات مستوى عالي، ده معناه ان الاشخاص دول اقوياء وذو مستوى عالي. والولد ده بيقول لصاحبنا
ادام انت جاي لوحدك هنا ده معناه انك مالكش اصدقاء وانت وحيد، ولكن عليك تسليم نصف المال الذي كسبته، وفي المقابل هخليك تنضم ليا، وبالتاكيد انت هتفضل على قيد الحياه ومش هتموت، لان انا والاشخاص دول هنحميك، لكن في المقابل انك تديني النصف المال اللي انت كسبته. لكن صاحبنا بيرد عليه وبيقول له اعتذر منك، لكن العمل بالمفردي يناسبني بشكل افضل. وصاحبنا بتطلع الهالة منه وبيقول لهم انا ما اظنش ان انتوا هتقدروا على رئيس المكان اللي هنا وتقتلوه، عشان كده من رايي انكم تنسحبوا وتسيبوني انا اقتله. وبيكونوا بس اللي بيكون متضايقين منه وبيقفوا على جنبه، والزعيم بتاعهم بيقول احنا هنقتل الرئيس اللي هنا وبعد كده نقتل الوغد ده. والبنت دي بترد عليه وبتقول له يا زعيم على ما اظن ان انت تسرعت في الرد وده مش الحل المناسب، ولكن هو بيزعق لها وبيقول لها جميع اللاعبين الاخرين اللي جنبنا مصدر ازعاج للمنطقه ويستحق الموت، وانا خلاص خدت القرار بتاعه ومش هرجع فيه، فلو حد منكم ما سمعش كلامي فهو هيتقتل على الفور. وكلهم طبعا ما بيكونش عارفين يتكلموا لان هو اقوى منهم، ولو اتكلموا حرف كمان فهو هيقتلهم جميعا. والواخد بتاعهم بيكمل كلامه وبيقول الرئيس الماعز الجمر ليس عدو صعب، لكن الامر هيقعد 7 ايام بس وبعد كده هيجي الحياة تاني، فعشان كده انا مش عايز الواخد ده هو اللي يقتل الماعز ده ويحصل على القوة، عشان كده ما تسمحوش له بالدخول وخلوه بره لحد ما نقتل الماعز ده. ويلا دلوقتي وتوجهوا ناحيته ويوقفوه عشان حان الوقت ان احنا نخش ونقتل زعيم الماعز. وبالفعل بيكون رايح ناحيه صاحبنا عشان يوقفوه، وصاحبنا بيكون مستغرب وما بيكونش عارف هم جايين يعملوا ايه. بيكون عددهم 3، البنت دي والشابين اللي وراها، وصاحبنا بيقول لهم ايه يا رفاق وانتوا مش عايزين نخش جوه اقتل معاكم ولا ايه؟ وهم على طول بيرد عليه ويقول له كلامك صحيح، يجب ان تبقى هنا وما تخشش لجوه. وصاحبنا بيقول في باله انا ممكن اضربهم واطردهم في ثانيه واحده، بس انا هسيبهم ياخدوا فرصتهم ويقتلوا الماعز اللي جوه ده وبعد كده ابقى انا اقضي عليهم. صاحبنا بيقول لهم ماشي انا هفضل واقف هنا وانتوا خشوا جوه واقتلوه. وعلى طول البوابه بتاعه الماعز بتتفتح وكلهم بيخشوا لجوه. شوف صاحبنا هو واقف بيتفرج عليهم من بعيد، بيقول بالطبع هم مش هيقدروا على رئيس الماعز اللي جوه ده، انه بالفعل قوي، وهم مستهزئين منه بشكل كبير. واول ما بيخشوا المكان ده البنت ده بتقول للزعيم يا زعيم واحنا اول ما نقتل رئيس الماعز هنقتل الشخص اللي بره ده، وهو بيقول ليها هو لو هو ما سمعش كلامي فانا بالفعل هقتله. واول ما بيخش جوه يا صديقي بينبهروا من المكان لان المكان بيكون واسع جدا وكبير، واصلا هم مش متخيلين ان المكان ده هيبقى كبير كده لان اصلا هم فكريهم ان الوحش ده صغير. والزعيم الوغد بتاعهم بيضرب على الدرع بتاع الشخص ده وبيقول له افعلها بشكل صحيح انا واثق فيك. والشخص ده بيقول له حسنا يا ريس اترك الامر لي انا والدرع بتاعي، ورئيس الماعز ده مش هياخد في ايدي غلوه. والنظام بيطلع عشان يعرفنا اسم الدرع ده، بيكون مكتوب في النظام ده درع منكوش من الدرجه النادره. وبنشوف ان الشمعه دي بتتفي وشكله كده رئيس الماعز هيحضر. ولو غدوا بيحسوا بريح وطاقه كبيره جدا لدرجه ان قوه الريح ده هما بيتحركوا من مكانهم. وبنشوف الريح ده عباره عن شعله ولع ضخمه جدا وباين عليها القوه، والهاله محوطاها من كل مكان. والزعيم الوغد بتاعهم بيكون خايف جدا وبيقول هو ايه ده؟ هو ايه القوة اللي ظهرت في المكان دي فجأة؟ وبالفعل يا صديقي كما انا متوقع بيظهر رجل رئيس الماعز، وبعدها على طول بيخرج من النار اللي هو كان فيها، بيكون ضخم جدا وكمان السلاح بتاعه ضخم جدا وباين عليه القوة. وبيكون اسم الوحش ده عنزة الجحيم، وبيكون حرفيا الهالة محاوطة من كل مكان وبتطلع في كل جزء من جسمها. وعلى طول الماعز ده بيضرب ضربة واحدة بس بالسلاح بتاعه بينطر كل الاشخاص اللي كانوا في المكان، وحرفيا دي بتكون اقل ضربة عنده. كل واحد ماسك سيف، السيف بتاعه بيتنطر وهم اصلا كل واحد بيتنطر في مكان. واول ما بينزلوا على الارض بيحسوا بألم كبير جدا في جسمهم وبيكونوا بينزفوا من كل حته في جسمهم حرفيا. بيكونوا مش متوقعين ان الماعز ده بالقوه دي ومفكرين ان هم اول ما يخشوا هيقتلوه على طول. والبنت دي على طول بتروح للزعيم وبتقول له هنعمل إيه دلوقتي يا سيدي؟ وعلى طول بيزعق لها وبيزقها، بيقول لها اسكتي يا واخده احنا دلوقتي هنهرب من المكان عشان لو فضلنا هنا شويه كمان فاحنا هنموت ومش هنعرف نموته. وفي شخص منهم بيحاول يفتح الباب ويخرج، لكن المفاجاه الكبرى ان الباب ده مقفول ومستحيل ان هو يتفتح. وعلى طول بيقول للزعيم يا زعيم الباب ده مقفول مش هيتفتح. والزعيم الوغد بتاعهم بيكون مرعوب جدا وبيقول ليه الباب مش عايز يتفتح احنا كده هموت حرفيا. وبقيه الاشخاص اصلا بيكونوا خايفين ورايحين ناحيه الباب. والزعيم بتاعهم بيقول له يا وغد انت مش كنت بتقول ان الدرع بتاعك ده قوي وهيتصدر الهجوم وما تصداش بيه ليه؟ ويلا دلوقتي هجوموا عليه عشان احنا ما قدامناش حل غيره. وبيكون الشخص ده رايح ناحيه الباب لكن الزعيم بتاعهم بيقول له روح وتصدى للهجوم اللي جاي. بالفعل بنشوف الماعز بيحضر هجوم قوي جدا بالسلاح اللي معاه، لكن الشخص ده بيقف عشان يتصدى للهجوم بتاعه بالدرع بتاعه. واول ما الماعز ده بيضرب الهجوم بتاعه والشخص ده اول ما بيشوف الهجوم بتاع الماعز بيكون مرعوب جدا ومن حقه الصراحه ان هو يخاف، لان انا لو منه اسيبه واجري. بالفعل الماعز ده بيضرب الضربه بتاعته ومن قوه الضربه دي بتكسر المكان اللي هي نزلت فيه. وبقيه الاشخاص اصلا اول ما بيشوفوا الهجوم ده بيخافوا منه وبيجروا على طول.
وبعد ما الماعز بيشيل السلاح بتاعه بنشوف ان الشخص اللي تصدى للهجوم ده ميت حرفيا وبينزف من كل مكان، ورئيس الماعز بيمد ايده على طول وبياخد الشخص ده وهو الدرع بتاعه لانه هياكل الشخص ده ويدمر الدرع بتاعه. وبالفعل بيدمره وبيدمر الدرع، وبقيه المجموعه بيكونوا مرعوبين حرفيا وبيقولوا احنا مش مصدقين ده، ازاي ده ما يعقلش، انه درع نادر وقوي جدا. وبيكون في ماعز كمان جاي من وراهم ضخم، وبيكون اسم الماعز ده عنزة النار. بنعرف ان الماعز ده مستوى منخفض جدا، وحتى الشخص اللي من المستوى الاول يمكنه هزيمته بكل سهولة طالما انه يعرف الاستراتيجية الصحيحة. وبنسمع صوت بيقول ولكن هذا كان بعد التحديث، في البداية كان الهدف هو ما يسمى بماعز الجحيم، واتفق الجميع على استحالة هزيمته. وبتلاقي شعار من النظام بيقول لم يكن اي حد بهزيمة الوحش ده، هجموا 4762 متحدي من هزيمة الوحش ده لكن محدش عرف يهزمه، والوحش قتلهم كلهم. وبنرجع للوقت ده تاني وهو بيقول هل هذا يعني ان هذا العالم لا يعتمد على احداث اصدار؟ وبنشوف صاحبنا واقف ورا الباب اللي هم واقفين وراه، اللي هو في الاساس مش عايز يتفتح، وكان صاحبنا بيتكلم والشخص ده بيسمعه وهو بيتكلم، وبيقول حتى لو لم يفتح الباب من الداخل فمن المؤكد ان يفتح من الخارج. وبيفضل يخبط على الباب وينادي على صاحبنا عشان يفتحه، بيقول له ايها الرجل ذو الشعر الاسود تعال افتح الباب وخش قتل معانا الوحش ده، ولو فتحت الباب ده وقتلت الوحش ده ساعطيك ايضا جزء من المكافأة مقابل هزيمة هذا الوحش. ولكن يا صديقي على عكس المتوقع صاحبنا ما بيردش عليهم وبيكمل كلامه وبيقول له انت بالتاكيد تسمعني اليس كذلك ولا ايه؟ بسرعه افتح الباب وتعالى قاتل معانا لا اما احنا اللي هنموت. وتفتكر يا صديقي ان الماعز ده هيصبر لحد ما صاحبنا يفتح الباب؟ لا والله، على طول بيهجم على الشخص ده من ظهره، وبالفعل الهجمه بتصيبهم كلهم وبتبعدهم كلهم عن بعضهم. وبيكون الهجوم ده قوي جدا لدرجه اصلا ان هم بيفضلوا ينزفوا دم من بقهم، وكل واحد بيكون على وشك الموت، وبيفضلوا يقولوا قوة جسد الوحش ده قوية جدا واحنا فضلنا واقفين كده فالوحش ده هيموتنا بكل سهولة. ولكن تفتكر ان صاحبنا هيسيب فرصة زي دي؟ قول معايا يا صديقي. لا والله، على طول بيفتح الباب وبيخش، ودخوله ده بيكون عظيم جدا وهو داخل بيقول ربما انت لست مؤهلا لانك تكون قاعد بعد كل شيء. وبيخش هو فخور بنفسه وبيفضل يضحك ضحكة شريرة. والوقت ده اول ما بيشوف صاحبنا داخل بيفضل يهزق في صاحبنا برضه مع ان صاحبنا اصلا جاي ينقذه. والوقت ده بيقول في باله حسنا ساستخدم هذا الرجل قطع من الوحش ده وانا اهرب انا ومجموعتي. وعلى طول بيقف هو ومجموعته بيقول لهم الجميع ينطلق الى الخارج وسيبوا الراجل ده هو اللي يقتل الوحش، احنا ملناش دعوه بيه. وصاحبنا بيكون داخل على الوحش ده والبنت دي بتكون بيعدي من جنبه بتتشنكل وبتقع على وشها، وصاحبنا بيقول لو انا كنت مكانك فانا مش ههرب زي الوغد وهقاتل حتى الموت. والبنت دي بتقع وما بيكونش عارفه تقوم، وصاحبنا بيكون باصص عليهم وبيكون متضايق منهم جدا لكن ده ما بيهموش باي حاجه. والوقت ده بيكون لسه خارج لكن صحابه بيخرجوا بيقفلوا الباب عليه. بالفعل كما تدين تدان يا صاحبي، اهو هم خرجوا وسابوك انت في الداخل. صحيح انت واخد جدا. بتكون ايده اتحشرت ما بين البابين وبتكون على وشك انها تتقطع وبتكون بيتألم جدا، والوحش ده بيقرب عليه عشان يقتله. بص على حالتك دلوقتي، الاول كان ليك الحرية انك تقتل الوحش ده ولكن انت ما عملتش كده وقررت انك تهرب، لكن يشاء القدر انك تتزنق والوحش ده يجي يقتلك. وبالفعل الوحش ده بيكون بيجهز له هجوم وهيضربه بيه وبيقول له توقف عن الصرخ بهذا الصوت المزعج. بيكون خايف منه جدا وشكله كده يا صديقي عمل على نفسه. وبالفعل الوحش ده بيضربه وبيسيبه وبيطرشه الدم حرفيا وبيتقطع الى حتت وبيموت موتة بشعة، وبيكون ده تحت انظار الجميع. والبنت والولد دول بيكونوا واقفين وشايفين كل ده وبيقولوا هنعمل ايه دلوقتي مع الوحش ده. وعلى طول صاحبنا بيمسك السيف بتاع الوغد اللي مات وبيكون واقف بكل فخامه ومش همه اي حاجه، وبيكون موجه السيف بتاعه ناحيه الوحش ده وبيقول على الرغم من ان الوغد ده كان ضعيف الا انه كان معاه سيف جيد جدا وهذا يكفي لقتل الوحش ده. والوحش ده بيخلي صاحبنا يتكلم كتير وبيروح عليه عشان يديله هجوم، وبيقولوا هو بيديله الهجوم انا دلوقتي هقتلكم كلكم يا ايها الاوغاد لانكم ازعجتوا منامي. وبالفعل الوحش ده بيضرب الضربه على صاحبنا والضربه بتكون قويه جدا لدرجه ان هي بتخلي الارض من تحتيه تتشقق. بس تفتكر ان صاحبنا مات يا صديقي؟ قول معايا. لا والله، صاحبنا بيتفادى الهجوم ده بكل مهاره وسلاسه وبينط من فوق الماعز ده وبيقول انت بتقول يا ايها الوغد انا اللي دلوقتي هقتلك. وعلى طول صاحبنا بسرعته الكبيره بيشرح في الوحش ده وبيقطعه الحتت لدرجه اصلا من كتر سرعه صاحبنا احنا ما بنشوفوش وهو بيقتله، احنا بنشوفش اللي هو مقطع الوحش ده الحتت وبيكون جاي من وراه. والفعل يا صديقي صاحبنا بيكون قوي جدا وسرعته اقوى وبيكون قطعه الحتت واجزائه كلها نزلت على الارض ومن دوم قرونه.
واول ما بيخلص بينزل بكل فخامه، والبنت والولد دول بيكونوا مذهولين حرفيا من قوه صاحبنا، لانه بضربه واحده منه قتل الوحش ده وقطعه الى الاجزاء. بيكون باصين لصاحبنا بكل استغراب، وصاحبنا بيقول لهم ايه هو انتوا باصين كده ليه؟ الوحش ده كان ضعيف بالنسبه لي جدا، وانتوا كنتوا خايفين وبتجروا من ايه؟ وساعتها بيكمل كلامه بيقول لهم انتوا لو دفعتوا لي 10 مليون ين انا افكر في حمايتكم الى الابد. ولكن البنت ده اول ما بتسمع الرقم ده بتتصدم وبتقول له 10 ده مش كتير ولا ايه؟ والشخص التاني كمان بيقول له 10 دول كتير يا عم. لكن صاحبنا بيقول لهم مقابل مليون لكل شخص منكم فقط سأنقذ حياتكم. شوفوا بقى انتوا حياتكم تسوي كام بالنسبه لكم. والشخص ده بيقوم عليه وبيزعله وبيقول له توقف عن المزح يا وغد، من المستحيل ان احنا نديك مليون ين، واحنا اصلا مش معانا نص مليون ين اصلا عشان نديهولك. والبنت دي بتقول له انت بتستغل بس الامور اللي احنا فيها، وارجوك توقف عن المزح. صاحبنا بيرفع السلاح ناحيتهم بيقول لهم انتوا ما معكوش بعد من المال، تخلوا عن جسدكم ليا. وبيقول للشخص اللي كان بيزعق له انت لو مش عايز تموت دلوقتي توقف عن الكلام واسمع كلامي. وصاحبنا بيشرح لهم على قوة الوحوش اللي هم هيقابلوهم بعدين، وبيقول لهم انا عشان راجل جدع هعمل معاكم خدمه، هعمل لكم خصم 10%. ولكن البنت دي بتزعل صاحبنا وبتقول له توقف عن معاملاتنا مثل الحمقى. والولد التاني بيقول له حتى لو عملت لنا خصم 50% فانا برضو مش هدفع، لاني ما معيش اصلا فلوس ادفعها لك. وصاحبنا بيقول له اعتقد انك عديم الفائده. بنشوف هالة قوية جدا طالعة من ورا صاحبنا، والاتنين دول بيكونوا مصدومين لانه بيكون شايفين وحش ضخم جدا مليه الهالة. والوحش ده بيتكلم وبيقول ايها البشر المزعجون انتوا قطعتوا منامي، فعشان كده هقتلكوا في الفور. وعلى طول بيخرج من بقه لهيب من النار وبيوجهه ناحيتهم. لكن البنت دي بقوتها بتفعل درع حواليها ما بتخليش النار تعدي منه. وصاحبنا كمان بسرعته الكبيرة بيتفادى الهجوم ده بكل سهولة ومهارة. ومع ان البنت دي عملت درع عليهم هما الاتنين، لكن برضو الدرع بتاعها ما كانش قوي كفاية، والهجوم ده بيسيبهم ويوقعهم على الارض. وصاحبنا بينزل ما بيكونش حصل له اي حاجة، وبيقول لهم بضحكة شريرة انتم بالفعل قويين عشان نجيتوا من الهجوم الوحش القوي ده، بس تفتكروا ان انتوا هتقدروا تصمدوا قدام الوحش ده؟ وهما الاتنين بيكونوا بيترجوه بيقولوا له احنا فهمنا، رجوك انقذنا، وبعد ما تنقذنا احنا هنديك اللي انت عايزه. وصاحبنا بيضحك ضحكة شريرة يبدو اننا توصلنا الى صفقة. وصاحبنا بيبص ورا بتلاقي ان الوحش اللي هو قتله جه وحش تاني مثله. صاحبنا بيقول له لقد مرت فترة طويلة منذ ان قتلتك. والوحش ده بيتعصب من صاحبنا جدا وبيقول له ما تفكرش ان انا اتهزمت على ايد شخص حقير زيك. والولد ده والبنت دول بيكونوا مصدومين، والولد ده بيقول والوحش ده بيقول ايه؟ والبنت بتقول له من المفترض ان دي عنزة الجحيم اللي الولد ده لسه قاتلها، بس تفتكر ان صاحبنا يسكت على الوحش ده؟ قول معايا يا صديقي لا والله. على طول بغمضة عين بيكون قاتل الوحش ده واقف فوقه. لقد هزمت عنزة الجحيم للمرة التانية، ولكن كما سمعت من مصدر آخر تم تغييرها لاحقا إلى عنزة النار. العنزة دي ما تكونش ماتت وبتهجم على صاحبنا بالسلاح اللي معاه، لكن صاحبنا بيصدها بكل سهولة وهو واقف مكانه. والعنزة دي بتبص لصاحبنا وبيكون غضبانة جدا. والبنت والشخص ده بيكونوا مصدومين وبيقولوا ازاي انت تصدت للهجوم القوي ده بمجرد السيف الضعيف ده؟ وصاحبنا بيهجم على الماعز ده وبيقول كان هذا الهجوم الذي أطلقه للتو قويا جدا لدرجة انه اصاب الخصم، فسيتم قتل حتى لاعب مخضرم من المستوى 50 على الفور، والضرر المضاعف إلي بما انني لسه في المستوى الاول. بس ده مش مشكلة، اذا كنت تعرف حيال اللعبة فهتقتل الوحش ده بكل سهولة. وعلى طول الوحش ده بيكون هيهجم على صاحبنا بهجوم تاني، لكن صاحبنا بيروح بسرعته الكبيرة جدا بيجروا على الوحش ده وبيضربه بالسيف بتاعه. وبالفعل الهجوم ده بيسيب الوحش في عينه، ومن كتر قوة الهجوم بتاع صاحبنا الماعز بيكون هيقع، لكن صاحبنا بيشرحوا الحتت. والبنت والولد دول بيكونوا فرحانين جدا وبيقول انت تقوم بعمل رائع، استمر يا صاحبي، انت بالفعل ذكي وقوي جدا. لكن صاحبنا بيكون زهقان منهم بيقول لهم انتم مزعجون. الولد اللي تحت ما بيبطلش كلام وبيقول الوحش ده محبط جدا من قتل الوحش ده محبط جدا لقتل صاحبنا. الوحش ده بيفضل يهجم على صاحبنا وبيرمي عليه صخور كتير جدا، لكن صاحبنا بيتفاداها بكل مهارة. لكن ده بيكون خطة من الوحش ده عشان يضربوا ضربة وتسيبه. بالفعل بيضربوا ضربة بتصيب صاحبنا، ومن قوتها صاحبنا بيتخبط وراه ما بيكونش عارف الهجوم ده جه ازاي. والوحش ده بيتوجه ناحية صاحبنا وبيكون زنقه في الحيطة وبيكون لسه هيموته. وصاحبنا بيقول انا كده متحاصر ما بين الوحش ده، والوحش لو ضربني هجمة فانا هموت على طول. والوحش ده بيفضل يجعر في وشه وبيقول عايز تقول اي حاجة قبل ما تموت ايها البشر المزعج؟ لكن صاحبنا بيضحك ضحكة شريرة وبيقول له هموتك ايها الوغد.
انت حتى بهجومك القوي ده ما عرفتش يسيبني ولا حتى بخاتش. الوحش ده بيكون متعصب من صاحبنا جدا، بيكون عينه بتشع من نور وجسمه كله بيطلع هالة وبيطلع نار من بقه وبيوجهها ناحية صاحبنا. لكن تفتكر انها تصيب صاحبنا؟ قول معايا يا صديقي. لا والله، صاحبنا على طول بيهجم عليه وبيوقع السلاح منه، والبنت والولد دول بيكونوا خايفين على صاحبنا وبيجروا على حياته وبيقولوا ايه هي النيران السودا دي. والنار بتاع الوحش ده بيكون قوية جدا وبيتدمر اي حاجه حوالينها. الوحش ده لديه قوه ناريه كافيه لتقتل حتى لاعب من المستوى 99 على الفور. وبيكون الاشخاص دول بيكونوا عايزين يهربوا، لكن برضه الهجوم ده بيسيبهم. وبنسمع صوت بيقول انها المحاولة الاخيرة لعنزة الجحيم في النضال. صاحب ما بيكونش يتأثر بالهجوم ده خالص، وبيكون فعال برضه، وعينه بيكون شكلها غريب وبيكون باين عليه القوة. وصاحبنا بيقول بضحكة شريرة انا كنت منتظر اللحظة دي من بدري. وعلى طول بيفعل المهارة بتاعته، وهي مهارة المبتدئ. فعل ركبة المبتدئ، وعلى طول بيهجم على الوحش ده بسرعة كبيرة. وبيطلع شعر من النظام بيقول زاد قوة الساق بنسبة 50%. وبالفعل صاحبنا بينطلق بسرعة كبيرة، والمكان اللي هو منطلق منه بيكون صاحبنا حرفيا بيشع نور من كل مكان، لدرجة ان هو مش باين اصلا من الهالة اللي محاوطة من كل مكان. وصاحبنا بيستخدم قوته السريعة وبيهجم على الوحش ده وبينط من فوق الوحش ده، وبيقول الوحش ده بيطلع نار قوية جدا من بقه تكفي ان هي تقضي على اي شخص حواليه الا انا طبعا. وبنشوف صاحبنا بيجهز للوحش ده هجوم، وبيجري بسرعة جنونية ناحية الوحش ده وبينزل عليه بالسيف بتاعه. وبالفعل الهجوم ده بيخترق دماغه، ومن قوة الهجوم ده بيتدشدش الارض من تحتيه. وصاحبنا لما بيخلص الهجوم ده بيقف فوق وبيقول حتى قوتي من المستوى الاول كفايه ان هي تقضي عليه بضربه واحده مثل دي. مجرد تنشيط النار تحرك كل شيء ولا يمكن ايقاف تنشيطها، واذا كنت لا تستطيع ايقاف حالتك الحاليه هذا يعني ان اللهب لن يقوم الا بالهياج داخل الجسد. هتسأل عن اذا كنت تستطيع تحمل نيرانك. وبيضرب السيف بتاعه ضربه قويه برجله وبيوجهه ناحيه راس الوحش ده، وبالفعل الهجوم ده بيسيبه وبيقفل بقه وبيخلي النيران بتاع الوحش ده تحرقه هو. وبالفعل الهجوم ده بيسيبه والوحش بيتفحم حرفيا. وصاحبنا بيضحك ضحكه شريره وبيقول حركه لاحقا ايها الوغد. كون الوحش النار محوطه من كل مكان وبيتحرق حرفيا من النيران السوداء بتاعته. وصاحبنا بينزل جنبه بكل فخامه ومبيكونش بس حصل له اي حاجه ولا خدش حتى. وبنشوف لما صاحبنا موت زعيم الماعز وفحامه من النار اللي هي بتطلع منه، او عشان قتل زعيم الماعز بيطلع له اشعار من النظام بيقول له تم هزيمه الزعيم الفريد ماعز الجحيم. والشخص اللي جاي ده وخلينا نلقبه باسم وانغ بيروح وبيقول للبنت دي الشخص ده انقذنا للمره التانية وفعلا انا مديون ليه، خلينا نسمي البنت دي هي اخرى ميرا. وانغ بيفكر في صاحبنا وبيقول الشاب ده قتل الزعيم بكل سهوله وحتى ما اتخدش خدشه في وشه. وعشان صاحبنا قتل الزعيم فبيطلع له اشعار من النظام بيقول له انت اول لاعب في العالم يهزم زعيم فريد، سيتم منح لقب فريد القاتل الاول. وصاحبنا عنده بيستغرب من الكلام ده وبيقول لقب فريد انا عمري ما سمعت عنه من قبل، ده باين كده ان العالم ده غير اللي في العالم اللعبه خالص. وبيطلع له نظام تاني وبيقول له القاتل الاول يزيد الضرر الذي يلحق الزعماء بنسبه 50. وعنده كنتش عارف هو ايه ده، هو بيقول 50. وبيطلع له اشعارات من النظام تاني ومكتوب فيها انت اول لاعب في العالم يحصل على لقب فريد، كمكافأة اضافية سيسمح لك اختبار وظيفة فرعية. وعنده طبعا بيكون مستغرب من الكلام ده وبيقول وظيفة فرعية ده كرم منهم ان هم يسمحوا لي بالحصول على هذه في وقت مبكر. والنظام بيطلع له بيقول له هل ستختار مهنة فرعية على الفور نعم ولا لا. وصاحبنا عنده بيقول طبعا هوافق، في حاجة بالطبع هختارها بعد ما اختار كل شيء. وعشان صاحبنا ده نعم النظام بيطلع له وبيقول له بمجرد اختار المهنة الفرعية لم يعد من الممكن تغييرها. والهالة بتاعت النظام كلها بتحاول صاحبنا من كل مكان وبيقول صانع ارواح، وبيدوس على البتاع دي عشان تفعلوا المهنة اللي هو اختارها وهي صانع ارواح. وفي ضوء قوي جدا بيطلع من تحت صاحبنا والضوء ده مغطي كل المكان اللي صاحبنا واقف فيه. وبيطلع له النظام وبيقول له تهانينا تم الحصول على المهنة الفرعية صانع ارواح. وصاحبنا بيكون طالعه منه الهلا من كل حته وبيضحك ضحكه خبيثه كده وبيقول انها اختيار غير متوقع، باين كده ان انا هجمع المال بشكل كبير. والنظام بيطلع له وبيقول له اسقط الحظ هذين العنصرين وهو خنجر ومفتاح، بس ما كنتش عارفين هو المفتاح ده بتاع ايه. وصاحبنا على طول بيمد ايده عشان ياخدهم. وميرا بتيجي لصاحبنا وبتقول له هذا مفتاح المجاري تحت الارض صح ولا لا. والجامع بيقول انها لعبه صيد على الارض حيث يكون رفع المستوى امر سهل ويمكنك ايضا جمع المال.
الاستعمال. وانغي بيجي لصاحبنا وبيقول له بكل عصبيه كان هدفنا الرئيسي هنا قاتل الحظ النادر الذي يتملكه الزعيم. وصاحبنا بيفضل يلعب بالمفتاح كده وبيغيظه وبيقول له على الرغم من ان ذلك مش نادر جدا بالنسبه للعناصر انما معدل سقوطه هو 100 من ماعز الجحيم بعد كل شيء. وميرا بتبص لصاحبنا وبتقول له قطعه نادره يتم التعامل معها باهمال شديد. وانغي بيقول لصاحبنا بكل عصبيه وجهه نظرنا احنا الاتنين مختلفه جدا. وعنده صاحبنا بيمسك الخنجر اللي هو اكتسبه وبيقول هذا الخنجر الماعز هذا نسبه سقوطه نادره للغايه. وعلى طول بيروح ناحيه صخره كبيره عشان يجرب عليها الخنجر اللي هو معاه ده وبيلمسه بس لمسه صغيره على الصخره دي وعلى طول بيتشقها النصين بكل سهوله وبكل قوه من غير ما صاحبنا يبذل اي مجهود. وانغي وميرا بيكونوا شايفين كل ده وبيكونوا مصدومين وبيقولوا لصاحبنا الخنجر ده حد جدا ده قطع الصخره كانك قطعت حته زبده. لكن صاحبنا بيفتح النظام عشان يعدل فيه وبيقول لهم لا ده ما يكفيش انا هطوره اكتر واكتر عشان انا عايزه في المحاربات اللي جايه واتمنى ان تكون مواد التطوير سهله للحصول عليها. المهن الفرعيه قد يبدو الاسم كانه مكافاه ولكن اذا سالتيني فهي في الواقع الوظيفه الرئيسيه. على الرغم من ان معظم مهن فرعيه الا ان غير صالحه للاستعمال تتمتع بعض المهن الفرعيه النادره ببعض القدرات الغير عاديه. صانع الارواح على راس تلك القائمه كل شيء لديه يشهد روحيه. البشر لديهم بالطبع ولكن النباتات والمعدات لديها ايضا يمكنك استخدامها كمواد اختراق وحتى تعزيز كل الاغراض. هذه الوظيفه الوحيده التي لديها حتى فرصه لازاله هذه اللعنه. وصاحبنا عنده على طول بيفعل المهنه اللي هو لسه مكتسبها على الخنجر بتاعه بيقول عيون الارواح. وبالفعل النظام بيطلع له وبيعرفه شويه احصائيات عن الخنجر ده وبيقول له يمكنك ايقاظ قدر صانع الارواح. العناصر المطلوبه شظايا ساحره والفئه هي اف. وبيبص على ميرا وبيقول الساحره يجب ان تكون تلك المراه. والنظام بيطلع بيعرفنا احصائيات البنت دي. المستوى الخامس من الممكن استخراج شظايا الساحره نوع اف. الشرط الدخول في اي نوع من انواع العقود ولن يكون هناك اي اثاره جانبيه عند الاستخراج. وبنرجع لصاحبنا تاني وهو بيقول عقد المفروض ان انا كنت اعرف ده قبل ما اخد منهم 90 من اموالهم. وبيرشق الخنجر في الارض وبيقول ولكن لدي شيء يمكنني استخدامه. بقول لكم ايها الرفاق مش انتوا عايزين تستخدموا المفتاح ده لرفع مستواكم بانفسكم؟ وهما الاتنين بيكونوا فرحانين جدا وبيقولوا بالطبع نريد. لكن صاحبنا برضه ما بيكونش سهل وبيطلع لهم عقد وبيقول لهم لكن بالمقابل سيكون عليكم ان تعطوني جميع العناصر المذكوره في هذا القائمه واديكم كمان خصم على المبلغ اللي انتوا هتدفعوا لي كضرايب يعني وكده. والاتنين وانغي وميرا بيكونوا فرحانين جدا وبيكونوا عمالين يتنططوا كالاطفال. وانغي بيقول انا حتى بعد ما ادفع له الضرايب دي انا عايش براحتي جدا. وميرا بتكون فرحانه يا رخرة وبتقول شكرا لك ايها الفتى. وصاحبنا الخبيث بيقول لهم لا شكر على واجب كل ما كسبت اكتر كل ما ربحت اكتر بعد كل شيء. وبيطلع لصاحبنا نظام وبيقول له وبابرام عقد مع الساحر رامي تم استيفاء شروط الاستغراق شظايا الروح. لقد حصلت على شظايا روح الساحر من النوع اف. تم تفعيل مهاره صانع الروح. وصاحبنا بيقول بما اني حصلت بالفعل على المواد المطلوبه انتهى هذا الان. النظام بيطلع لصاحبنا بيقول له تم تفعيل مهاره صانع الروح. وصاحبنا بيطير في الجو وبيكون دوامه عملاقه جايه من تحتيه والدوامه دي عباره عن هاله. والخنجر هو كمان اتطور. وصاحبنا بيقول ايقاظ خنجر الماعز. ولما بيتم الايقاظ بنجاح ما بنشوفش اصلا صاحبنا من النور الشديد اللي طالع من تحتيه وطالع كمان من كل مكان. وبنشوف الخنجر بتاعه بيكون اتطور بالفعل. وبيطلع له النظام بيقول له ايقاظ خنجر ماعز تم بنجاح. زادت قوه الهجوم. يمكنك الان استخدام مهاره قطع الروح. وصاحبنا بيكون فرحان جدا وهو بيرفع الخنجر بتاعه عشان يجربه وبيقول قطع الارواح ده جميل جدا. وبيرفعه بينزله ناحيه الارض ما بيكونش بذل منه اي مجهود. بالفعل بيشق الارض من تحت النصين وبيدمر المكان. وبيكون طالع هاله ونور كبير جدا في المكان اللي صاحبنا ضرب فيه. وانغي وميرا بيكونوا واقفين وبيكونوا مصدومين من نور الهاله اللي طالعين من الخنجر ده. وبيكون صاحبنا كسر الحته اللي قدامه بالخنجر بتاعه وما بيكونش بذل اي مجهود. وانغي وميرا بيكونوا واقعين على الارض ومصدومين. وانغي بيقول وفي بالفعل انسان بيوصل للقوه دي في العالم ده. وبنرجع لصاحبنا عنده وهو ماسك الخنجر بتاعه. الخنجر بتاعه حرفيا بيكون بيشع هاله من كل حته. وصاحبنا بيقول اعتقد كده ان انا عملت اللي عليا وبزياده وفي الوقت الحالي حصلت على سلاح والحد الادنى من المهارات والحاجه اللي لازم اعملها دلوقتي. بيبص على ميرا وبيكون شكله مرعب جدا وميرا بتخاف منه جدا وبتقول هو هيقتلني ولا ايه. لكن صاحبنا بيعدي منه وما بيعملهاش حاجه وهي بتنزل على الارض وبتكون خايفه جدا وبتفضل تصرخ. وصاحبنا بيروح للشخص الميت ده وبيقدم له التحيه. وميرا بيكون بصل صاحبنا بيكون مصدوم من اللي هو بيعمله وبتقول ما تقوليش ان هو بيقوم بالحداد على اللاعبين الميتين. وصاحبنا بياخد البوك اللي مليان
الفلوس ده وبيمشي. هو ماشي بيضحك ضحكة شريرة وبيقول يبدو ان لديهم كثير، ده يكفي عشان اجيب تاكسي. وانغ وميرا بيكونوا واقفين مصدومين من اللي صاحبنا بيقوله، وانغ بيقول كما تعلمون يبدو ان هذا الرجل هو في الواقع اكثر خطورة من ماعز النار. وميرا بترد عليه وبتقول له نعم انت بتتكلم صح. وبنروح مع صاحبنا في المكان ده، وبيكون طاير من فوق غربان كتير وبيكون بيوقعوا ريش، وصاحبنا بيكون واقف مزعوج منهم وعلى طول بيمشي ناحية المكان ده عشان ينزل فيه، وما بيكونش عارفين هو ايه المكان ده اصلا. وبيكون المكان اللي صاحبنا نازل ده قوي جدا، وبينزل على السلم وهو نازل بيقول هناك في اعماق الارض يوجد زنزانات خفية حيث يمكنك جميع نقاط الخبرة. الوحوش هنا قوية، لذا عادة ما تتحداها فقط مع فريق مكون من 3 اشخاص او اكتر، لكن مع امتلاك خنجر الماعز فده ما يتطبقش عليا، ويمكنني احتكار الخبرة ايضا. واخيرا وليس اخيرا صاحبنا بينزل في المكان ده، واول ما رجله بتلمس الارض بيتلاقي في عملة عملاقة بتتوجه ناحيته بسرعة كبيرة بتكون عايزة تصيبه، لكن صاحبنا بيشوفها على اخر لحظة وبيفلق انه السم الخنجر اللي معاه، وبيكون واقف مستعد على القتال. وبيبص قدامه كده بيتلاقي مجموعة متكونة من 3 اشخاص، والشخص ده واللي خلانا نسميه هو تشاو بيقول لصاحبنا معلش يا صاحبي بس دي منطقتنا. وصاحبنا بيرفع على الخنجر وبيقول له مين اللي قال كده، مين اللي قال اللي دي منطقتك؟ شاو الوغد ده بيقول له انا اول من يصل الى هنا واول من يسيطر على هذا المكان، ودي احد قواعد اللعبه. ولكن صاحبنا ما بيكونش عاجبه الكلام ده وبيقول في اماكن افضل من دي بالنسبه لمجموعه من 3 اشخاص، انتوا عايزين تعرفوها ولا ايه؟ لو عايزين تعرفوها انا هقول لكم عليها، بس في المقابل هاخد ضريبه. 3 اشخاص دول بيرد عليه وبيقولوا له لا احنا مش عايزين حاجه، لا خلاص احنا مش عايزين حاجه، بس احنا في الواقع بنحب المكان ده، بس ده ما يمنعش ان انت لو دفعتنا مش هنسيبك تخش لجوه. وصاحبنا بيكون مستحقرهم جدا وبيقول في باله هي دي ممارستهم الاعمال، وبيقول لهم كام المبلغ. وتشاو بيقول له ما رايك في 50,000 ين مقابل الساعه؟ لو هزمت المخلوقات اللي جوه هتربح انت اخر ارباح كبيره، صح ولا لا؟ وصاحبنا بيقول له حسنا، بيدفع له الفلوس على طول وبيقول له في الواقع لقد حصلت على دخل اضافي مؤخرا. وتشاو بيشكره وبيقول له بدات الساعه من دلوقتي، يلا خش جوه وقتل الوحوش. وعنده صاحبنا بالفعل ما بيكدبش خبر وبيخش لجوه، وبيكون الكهف ده اسمه كهف الذئاب، وهو ماشي بيكون حواليه احجار قيمه جدا، لكن اللي بيشد انتباه صاحبنا بيكون ده هو صوت ذئاب. بالفعل بنشوف رجل ذئب ابيض، والذئب ده بيجري ناحيه صاحبنا. لا ده مش ذئب واحد يا صديقي، ده مجموعه من الذئاب البيضاء واقفين فوقه عمالين يجعروا، وصاحبنا واقف تحت ما بيكونش عارف هم ايه دول وايه المجموعه الكبيره دي. ولكن لما صاحبنا بيدقق فيهم اكتر بيعرف ان دول مخلوقات متوسطه المستوى يسهل تحقق الربح منها. وصاحبنا بيقول والمكان ده هو المكان الوحيد اللي بيظهر فيه المجموعات، وانا لو استخدمت قطع الروح في المكان ده فانا هقضي عليهم في لمح البصر، لكن انا عايز اوفر بعض الطاقه عشان لو حصل اي حاجه بعدين. وكما طوعنا يا صديقي الذئاب ده بتخلي صاحبنا يرغي كتير وعلى طول بيهجموا عليه، لكن صاحبنا بيتفادى هجومهم بكل سهوله وبيجري بسرعته الكبيره بالخنجر بتاعه بيقتل في الذئاب دي واحد ورا التاني، وبيفضل يشرح فيهم والدماء بيكون محوط كل المكان. وصاحبنا لما بيموتهم كلهم ما بيكونش حصل له اي خدش، واول ما بيخلص بيقعد على الارض وبيكون من حوالي الذئاب دي كلها ميته والدماء في كل مكان. وصاحبنا بيطلع البتاع دي وبيقول حسنا كما هو متوقع فهم لا يسوون سوى هذا القدر، لكن بنشوف شخص جاي من ورا صاحبنا وبيجهز له هجوم، والهجوم ده هو ضربه من ايده، لكن بيكون الضربه دي قويه جدا، وبيكون الشخص ده هو اسمه ادريان، والشخص ده واحد من ال3 اللي خدوا من صاحبنا فلوس اول ما نزل. لكن صاحبنا بيتفادى هجوم على اخر لحظه وبيضربه بالخنجر اللي معاه، لكن صاحبنا بيشوف هجومه على اخر لحظه وبيتفاداه وكمان بيضربه بالخنجر اللي معاه، والضربه اللي ضربها له صاحبنا كفيله ان هي تموته بس لو كانت قريبه منه اكتر. وادريان بيضحك ضحكه خبيثه وبيقول الخنجر كان قريب جدا مني وكان ممكن يموتني في اي لحظه. صاحبنا بيقول في باله كان ناقص سنه واحده وتيجي عليه وتقضي عليه على الفور، وانا متوقع من اشخاص اوغاد زي دول ان هم يهاجموني. وصاحبنا بيعلي صوته وبيقول له انت بتستهدفني بعد ما هزمت الوحوش دي وخفضت من الحراسه بتاعتي، يبدو انك من نوع الاشخاص الذين يحبون تنفيذ الهجمات المفاجئه. واندو ده بيضحك ضحكه شريره وبيقول له نعم انا احب ذلك، اذا كنت تتصرف في الخفاء فستجد فارسه مجهزه بمعدات جيده في طريقها اليك. وتشاو بيظهر المكان وبيبص لصاحبنا بضحكه شريره، وصاحبنا اول ما بيشوفه بيقول له اليس هذا مكان سري يستخدمه جميع الضباع؟ كان من الغريب انكم انتم الوحيدين هنا. وتشاو بيكون سامع وبيكون غضبان منه جدا، وصاحبنا بيكون لسه بيكمل كلامه وبيقول له انت لو عايز تقتلني وتخدعني فهات لك مجموعه قويه عندي بدل ما دول فيستك كده. وبيكون غضبان منه جدا وبيقول له لعين. وصاحبنا بيبص له وبيقول في باله الحقيقه هي اللي انا عرفت ده فقط لما شفت الاسلحه اللي هم ماسكينها، سيستخدم الراجل الضخم وقياد
قبضة. وبالفعل بيكون ادريان بيكون بيجهز له قبضة من قبضاته وبيكون قوية جدا. وصاحبنا بيكون لسه بيكمل كلامه وبيقول لكمة الصاروخ المعززة هي حركة محفوفة بالمخاطر تزيد من سرعة المستخدم. والسيف الذي يستخدمه هذا الشخص يعتقد على الازازات الدقيقة لقطع الاشياء. الاشخاص الذين يحاولون مواجهة مباشر دون اي معرفة به سيجدون انفسهم بسرعة في عالم اخر. اما بالنسبة للخاتم الموجود في يد القائد انه يستخدم عنصر مزعج حقا. وتشاو بيقول له انا حقا اسف على ذلك، هل يمكنك ان تسامحنا على الازعاج؟ ساقدم لك بعض التعويضات. وبيفعل مهارته الخاصة وهي انه بيطلع معادن كتيرة جدا وبيوجهها ناحية صاحبنا بسرعة كبيرة. وصاحبنا بيكون واقف ما بيكونش عارف ايه هي المهارة دي. وبيقول انه يلقي المال في كل مكان كمسحة. اعتقد ان هناك ما يقل عن 100,000 ين. وتشاو بيقول له اوبس يبدو ان يدي انزلقت، اسف بشأن ذلك، لكن يمكنك ان تلقطها من اجلي. وصاحبنا بيكون واقف وبيقول انه فخ. هل هذه تعويضات حقا؟ اذا كنت تجعل الراجل يمر بمتاعب الانحناء. وبنتعرف على الخاتم اللي تشاو لابسه بيكون اسمه خاتم انفجار العملات، انه عنصر يسبب في حدوث انفجارات صغيرة من العملات المعدنية. ده هما بيحسبوا ان انا مش عارف عنهم اي حاجة وبيقللوا من قدراتي. وصاحبنا بيفضل يعمل شوية حركات كده بالخنجر بتاعه وبيقول ما تفكرش ان انت هترجع عايش بعد ما حاولت تصياد شخص على مرتبة منك. وتشاو بقى اتباعه بيهجموا على صاحبنا وبيقول له انت مجرد حشرة وما تعرفش حاجة عن قوتنا، وما تنساش ان احنا 3 وانت لسه 1. لكن ده ما بيهمش صاحبنا وبيقول ده ما يهمنيش، حتى لو جبت 10,000 شخص ضعيف مثلك برضه هقتلهم. وصاحبنا بيفعل الهالة بتاعته بتكون الهالة محاوطة من كل مكان. وتشاو لما بيسمع صاحبنا بيقول كده بيتعصب منه جدا وبيأمر اتباعه ان هم يهجموا عليه. وبيطلق شوية من المعادن اللي معاه بتسبب في انفجارات قوية جدا عند صاحبنا. وتشاو بيقول لاتباعه انا كنت رحم عليك وكنت هقتلك ومش هعذبك، لكن دلوقتي انا هعذبك وبعد كده اقتلك. يهجموا عليه وهاتوه حي عشان افضل اعذب فيه الاول. هما بالفعل بيقولوا له حاضر يا ريس. واول شخص بيهجم على صاحبنا هو ادريان باللكمة القوية بتاعته وبتلك ناحية صاحبنا، لكن صاحبنا بيتفاداها بكل سهولة. وبيبص قرب تلاقي الشخص ده جاي من وراه وبيضربه بالسيف بتاعه وبيقول له انت هتموت النهارده على ايد ايها الحشرة ومش هسيبك تمشي من المكان ده. وصاحبنا بيتصدى بالهجوم بتاعه بالسيف بيتلاقي ادريان هو اخر جاي من وراه عشان يضربه لكمة قوية، لكن صاحبنا بيصدهم هما الاتنين بكل سهولة وبيبعدهم هما الاتنين عنه بكل سهولة. انت قلت لو دفعت لي 50,000 ين فانت مش هتقدم لي الازعاج خالص، وبين كده ان الصفقة دي ما كانتش عاجباك عشان كده لغيتها، وانا دلوقتي هخليكم تدفعوا الثمن غالي وهتدفعوها مع الفائدة. وتشاو بيضحك ضحكة شريرة وبيفعل الهالة بتاعته وهو بيفعلها بيقول بالطبع دلوقتي انا هديك الفائدة وابعت لك دلوقتي شوية من العملات المتفجرة. وعلى طول بيبعت له شوية من العملات المتفجرة وبالفعل بتروح ناحية صاحبنا وبتفنجر فيه، لكن صاحبنا بيتفاداها بكل سهولة. وايام بيكون فوق صاحبنا بيجهز له هجوم بالسيف بتاعه وبينزل على صاحبنا قوة جديدة، لكن صاحبنا بيصدها بالخنجر اللي معاه وكمان بيكسر له السيف بتاعه. وبيكون ايان واقف ومصدوم من قوة صاحبنا لانه كسر السيف بتاعه بكل سهولة وكمان كل شوية بيضربه بهجوم. وتشاو بيكون واقف ومصدوم من صاحبنا وبيقول ده كسر سيف ايان. تعتقد ان الخنجر اللي معاه ده هو خنجر اسطوري، بس ممكن ده يكون غلط ويكون الشخص هو نفسه هو اللي قوي. وعلى طول بيبعت له شوية من العملات المتفجرة بتاعته وبيقول احنا مش هنهتزم على شخص واخد زي ده، والاكيد كمان اللي احنا هنموته. والعملات اللي هو بعت على صاحبنا بتفنجر كل مكان صاحبنا بيروح فيه، لكن صاحبنا ما بيتأذاش منها باي حاجة. وصاحبنا بيكون واقف ومتعصب من تشاو وبيقول العملات اللي هو عمال يبعتها دي بتسبب لي الازعاج، ولو واحدة بس جت فيها قادرة ان هي تدمرني. وادريان بيجي من ورا صاحبنا بهجوم وبيكون الهجوم ده اسمه اللكمة الصاروخية، وصاحبنا بيشوفه بس بعد فوات الاوان. وبالفعل الهجوم بتاع ادريان بيسيب صاحبنا والهجوم ده بيسبب في انفجار قوي جدا لدرجة ان صاحبه ايان بيتأذى من الانفجار ده وبيتنطر بعيد عنهم. وكمان الخنجر بتاع صاحبنا بيفلت من ايده وبيبعد بعيد، وادريان بيكون واقف ومبسوط وعمال يحتفل وبيحسب ان صاحبنا مات من الهجوم ده. وايان واقف ورا متعصب منه وبيقول له انت يا غبي الهجوم بتاعك ده كان هيموتنا انا الاخر. وايان بيكون واقف وماسك سيفه اللي اتكسر وبيقول وبالفعل الراجل ده قوي جدا. وتشاو لما بيشوف الخنجر بتاع صاحبنا بعيد عنه بيروح على طول وبيمسكه وبيقول انا اللي هاخد الخنجر ده عشان موت الشخص ده بالفعل كان قوي، فعشان كده انا هاخد الخنجر بتاعه، فبالتاكيد ان هو هيكون قوي. ودلوقتي يلا لما حاجاتكم ويلا نمشي. لكن صاحبنا بيكونش مات وبيفعل قيود الروح، وبالفعل السلاسل بتاع صاحبنا بتطلع وبتمسك ادريان وايان وبتكتفهم من كل حته وبترفعهم في الهواء. بيكون تشاو بقى ما كنتش عارف هو ايه اللي بيحصل لان صاحبنا بيطلع تاني وما بيكونش حصل له اي حاجه. وادريان وايان بيكونوا هيموتوا خلاص وبيكونوا عمالين يتألموا جدا لان السلاسل دي بتكون محاوطه من عند زورهم وبتكون عماله بتخنق فيهم. وتشاو بيكون واقف وهيتجنن وبيكونش عارف هو صاحبنا طلع ازاي وبيكون عمال ينادي على اصحابه. وصاحبنا بيطلع وبيقول انا استخدمت قوه صنع
صانع الروح عشان اقيد ارواحهم بشكل مباشر. وبيطلع من الدخان من ورا تشاو وبيقول بالفعل الهجوم ده مؤلم جدا اكتر من الموت. تشاو على طول بيروح بيهجم على صاحبنا بالخنجر اللي معاه وبيكون متعصب منه جدا، لكن صاحبنا بيتفادى هجومه بكل سهوله وبيزقه كده وبيوقعه. وصاحبنا بيقول له انك بطيء جدا، وتشاو بيقول له هنشوف دلوقتي مين اللي بطيء لما اطلق عليك العملات المتفجره. وعلى طول بيطلق ناحيه صاحبنا وبيقول له انفجر بعيد ايها الحشره. وصاحبنا على طول من غير تردد بيفعل عليه تقييد الروح وبتسلسله هو كمان جنب اخواته، وبيكون بيتألم بشكل كبير والسلاسل بيكون خانقاه وبيكون خلاص هيموت. وبيقول هو ليه ما تمش انفجار العملات؟ صاحبنا بيرد عليه وبيقول له قيود الروح قادره انها تحبس مهاره العدو، وعشان انت من مستوى قليل فالامر ده سهل عليا. وتشاو اول ما بيسمع من صاحبنا كده بيتعصب منه جدا وبيزعق له وبيقول له انت بتقول ايه؟ هو انا من مستوى قليل؟ انا من المستوى السابع، وانا في العالم ده عندي مهارات ما يملكهاش اي حد. وصاحبنا بيضايق اكتر من الكلام وبيقول له انت اديت عملا جيد بالنسبه للمبتدئ. وبيفضل يعافر عشان يكسر السلاسل بتاع صاحبنا دي. وصاحبنا بيقول في باله اتساءل عما اذا كان يرغب في التفاوض الان، قد اتمكن حتى من استخراج شظايا الروح اذا استطعنا ابرام عقد. وصاحبنا بيفعل عليهم المهاره الخاصه وبيعرف احصائياتهم. وبنبدا اول حاجه بالشخص ده بيكون اسمه ادريان، شظايا الروح المحارب النوع اف، الشروط اشباع الجوع. والشخص الثاني هو ايان، شظايا السيف الروح والنوع اف، الشروط السماح له برواية شقيقته الصغيرة. والثالث والاخير هو تشاو، شظايا روح السحر والنوع اف، والشروط ان يخافك بصدق من اعمال قلبه. صاحبنا عنده بيقول في سره يمكن تحقيق شروط هذا الرجل الان. وتشين بيكون عمال يتألم جدا وبيقول له ارجوك ما تقتلناش. وصاحبنا بيقول له انت بتقول ايها الحسالة ساكون انا في ورطة اذا لم تبقى على قيد الحياة. وهو بيرد عليه وهو خايف وبيقول له انت تقصد ايه؟ وصاحبنا بيقول له عينك والدم بتاعك وحتى اعضائك الداخلية في اشخاص في انحاء العالم عايزين يشتروها، ان سعر الفائدة 50,000 مرتفع جدا بعد كل شيء. وايام بيقول لتشاو ايها القائد الراجل ده هو هيعمل ده كله بالفعل. وصاحبنا بيبص له بكل سخرية وبيقول له وبصرف النظر عن ذلك مفيش طريقة لشخص مثلي يكون لها اي سبب لتجارة الاعضاء، فانتوا لو مش عايزين ده هاتوا له اي طريقة عشان اكسب منها المال بدل استخدام الاعضاء. وتشاو بيكون بيترجاه وبيقول له انا اسف ونزلني وخليني على قيد الحياة وانا هعمل لك اي حاجة انت عايزها. وتشاو بيكون واقف وبيكون عمال يتألم جدا وبيكون خلاص هيموت. والنظام بيطلع لصاحبنا بيقول له يخافك تشاو من اعماق قلبه، لقد تم استيفاء شروط الاستخراج شظايا الروح، لقد حصلت على شظايا الروح الساحر والنوع اف. وصاحبنا اول ما بيسمع ده من النظام بيحل منهم كل السلاسل وبيسيبهم يترموا على الارض. وهم اول ما بينزلوا على الارض من الارتفاع ده بيكونوا عمالين يتألموا جدا. وصاحبنا على طول بيخليهمش ياخدوا نفسهم وبيدولهم ورقه وبيقول لهم وقعوا على ده. وهم اول ما بيشوفوها وبيقراوها بيكونوا متعصبين جدا وبيزعقوا على صاحبنا وبيقولوا له وانت عايزنا ندفع 90% من داخلنا وبالاضافه الى ذلك الطاعه المطلقه. وصاحبنا بيبص لهم وبيقول لهم هو انتوا مش عاجبكم ده؟ خلاص يبقى انا هرجعكم السلاسل اللي انتوا كنتوا مربوطين فيها. وهم بيكونوا خايفين جدا من صاحبنا وبيقولوا لا خلاص احنا هنمضي، وبيوقعوا بالفعل على الورق وبيدوا لصاحبنا. وصاحبنا بيقول لهم ده جيد وانتوا ثلاثه دلوقتي مسند المالي صح ولا لا؟ ولو جات لكم الفرصه فيهم وبقيتوا ضدي هتكون اخركم على ايدي وانا مش هرحمكم وهقتلكم على طول. ودلوقتي وديني للراجل اللي هو بيدعمك. وهم كلهم بيزعلوا وبيكونوا خايفين وبيقولوا لا. وصاحبنا بيقول له المعدات اللي انت بتستخدمها مش شيء صعب للضعفاء ان يصنعوها بنفسهم، ومن الواضح ان في شخص يقف وراكوا صح ولا لا؟ وتشاو بيروح يترجى وبيقول له ارجوك اطلب مننا اي حاجه غير الموضوع ده، لو الرئيس بتاعنا لو اكتشف ان احنا بنتعامل مع شخص غيره فمصيرنا هو الموت على ايديه. وصاحبنا بيتعصب عليه وبيضربه برجله وبيزقه وبيقول له الذهاب ضد رئيسك او اقتلك وابيع اعضائك لاشخاص تانيين انت تختار ايه؟ وايان اول ما يسمع كل ده بيكون خايف جدا وبيقوم يقف وبيقول لهم انا مش عايز اعمل اي حاجه منهم. وعلى طول بيسيبهم وبيجري وبيكون بيعيط وهو بيجري. وصاحبنا بيقول له اقف، هو انت تعتقد كده يعني ان انت هتهرب مني؟ على طول بيربطه بالسلاسل بتاعته وبيرجعه لحد عنده وبيكون خلاص صاحبنا هيقتله. لكن تشاو بيرجع وبيقول له خلاص انا هوديك ليه. وبيكون ايان خلاص هيموت وبيكونش عارف يتكلم. وصاحبنا بيرمي العلبه دي على الارض وبيقول الوضع الامني في العالم ده سيء جدا واللعبه كمان كانت احسن من الواقع بكتير، بس انا ما اعتقدش ان في اي حد في الوقت ده ان هو يقدر يموتني. وبيطلع النظام بيعرفنا الاحصائيات بتاعت صاحبنا دلوقتي وبيكون المستوى 36 والصف رئيس مبتدئ والصف الفرعي صانع الروح، وطاقة الصحة 1017 على 1017 وطاقة السحر 1235 على 1235 والتعامل 165
والذكاء 194 والبراعة 185 والرشاقة 184. والألقاب أو القاتل الفريد يزيد الضرر على الرؤساء بنسبة 50. وبنسابقهم وبنروح قبلهم السيرك، بيكونوا بقدموا هناك عرض، والعرض ده بيكون في أشياء كتير، والشخص ده عمال يعذب الشخص ده، بيكون بينزل دم من بقه بشكل كبير، وبيكون الأشخاص دول قاعدين وبيكونوا خايفين وبيقولوا إنه التالي أشعر بالأسف عليه. والشخص ده واللي خلينا نسميه هو إيريك بيقول للشخص اللي عمال يعذبه ده انت حتى ما عملتش المهمة اللي انا كفلتك بيها، وبيكمل كلامه وبيقول له انت مش عايز تتأسف من رئيسك ولا ايه؟ والشخص اللي في السجن بيكون خايف عليه وبيزعق له وبيقول له ارجوك خلاص لو كملت فيه فهو هيموت ومش هيعرف يكمل معاك. وايريك بيبص له وبيضحك ضحكة شريرة وبيقول له اذا عليه ان يذهب ويموت، انت بتسحب رئيسك الى الاسفل كتير. وفي شخص تاني بيخرج وبيقول له وانا كمان رحت فين؟ ما انا موجود هنا اهو. واول ما ايريك بيشوفه بيكون مصدوم وبيكونش عارف هو ايه اللي خرجه، وبيكون ايريك مرعوب منه وبيقول له رئيسي اتفضل. والرئيس بتاعه ده بيقول له فانت خلصت تأديب لوكي ولا لسه؟ ولوكي الشخص اللي كان بيتدرب ده بيقول له يا الهي لقد بلغت في تأديبه، لو كسرت اي عظام فده هيسيب اثر على جسمي دائما. والرئيس بتاعهم بيقول له ينقص عددنا قليلا من ناحية القوة بغض النظر عن عدم كفاءته بسبب عدم قدرته على تحقيق قصة معينة. وايريك بيكون واقف ومرعوب منه وبيقول له انا اعتذر يا ريس. والشخص اللي كان بيتدرب عمال يعيط وبيقول له انا متشكر جدا لك يا ايها الريس، في التأكيد سأفعل في المرة القادمة. لكن الرئيس على عكس المتوقع بيقوم وبيطلع الكرباج بتاعه وبيضربه بيه على ايده، وكمان ما بيخلوش ياخد نفسه وبيضربه كمان على وشه وخليه ينزل في كل مكان حرفيا، وبيكون بيتألم بشكل كبير. وبيقول لإيريك دي هي تدريب الحيوانات، باستخدام الصوت يمكنك ان تقشر ما تشاء من اللحم دون كسر عظام، حتى منظمة رعاية الحيوانات لن تساعد وحوش كسولة مثلك. واللي بيقطع كلامه ويضربه في الشخص ده وهو الشو مجموعته بيكونوا وصلوا، وبيقول له انا عدت ايها الريس، وبيبص لهم كده وبيقول لهم جيتوا بدري يعني في ايه؟ وتشاو بيقول له احنا جينا عشان نقدم تقرير، نظرا اننا احنا الثلاثه في هذه الحاله لقد كان من الصعب جدا ان احنا نكمل في العمليه دي. وتشاو بيرفع ايده وهو بيتكلم، واول ما الرئيس ده بيشوف ايده ما فيهوش فيها الخاتم بيكون مصدوم وبيقول له تشاو هو فين الخاتم اللي انا اديتهولك؟ انت بتعرفش ولا ايه ان الخاتم ده ثمنه اكتر من حياتك؟ وتشاو بيكون مصدوم حرفيا وبيقول انا بعتذر منك يا ريس، احنا غلطنا بعد الغلطات وفي شخص كده سرقه مني. وعلى طول الرئيس ده ما بيتفهمش وبيضربه بالكرباج بتاعه في وشه، وده اللي بيخليه ينزف كتير وبيبعد كتير من قوه الضربه دي. والرئيس ده بيكون بيتعصب عليهم جدا وبيقول لهم ماذا كنتم تفعلون؟ حتى اذا كان لدينا نقص في القوه العمليه فكيف تفكرون كيف اننا جميعا غير اكفاء؟ وبيكون ادريان وايان بيكونوا واقفين وبيكون خايفين جدا، وهو بيقول لهم هذا الان الجميع يستقلوا بسبب تسلطك في وظيفه واحده ممكن تقبل قمامه مثلك. وبينادي على ايريك وبيقول له يا ايريك، وبايريك بيكون واقف وخايف بيقول له نعم يا سيدي احضرجون يكون هنا. وبنشوف رجل وحش ضخم خارج، وبيكون الوحش ده هو نمر عملاق وبيهجم على طول على تشاو، وبيكون فاتح بقه وبيكون جاهز ان هو ياكله وخلاص على وشك ان هو ياكله. وتشاو بيقول له يا ريس سامحني من فضلك ما تمزحش معايا، انا من الاول كنت مخلص ليك وكنت بطيع كل اوامرك. لكن الرئيس الوقت بتاعه بيضحك ضحكه شريره وبيقول له حسنا جوني جه ميعاد عشائك دلوقتي فلتبدا. بيكون خلاص يا صديقي ناقص امتار صغيره وياكل تشاو. لكن على عكس المتوقع يا صديقي صاحبنا بيظهر على اخر لحظه، بيكون طرف الجو ماسك في البتاع دي بيدي النمر ده ضربه قويه جدا برجله. وتشاو لما بيشوف كده بيجري على طول وبيكون مرعوب جدا، والضربه دي بتبعد النمر بعيد. والزعيم بتاعه بيكون متعصب جدا وبيكون خايف على جوني وبيقول له جوني وانت كويس ولا ايه؟ وصاحبنا بيكون نازل وبيقول له اسف ولكن يرجى الامتناع عن محاوله قتل مصدر داخلي الخاص بيه. وتشاو لما بيشوف صاحبنا جه بيكون فرحان جدا لانه جوه هينقذه. والرئيس ده بيروح على النمر عشان يطمن عليه وبيقول له هل انت بخير يا جوني؟ انت مسكين جدا، يجب ان تكون خايف جدا بالفعل. وتشاو على طول بيروح لصاحبنا وبيقول له اتاخرت جدا ليه؟ هو انت كنت بتعمل ايه؟ وصاحبنا بيرد عليه بيقول له مفيش اي فلوس في مخبأك. والرئيس بيطلع الكرباج بتاعه وبيطلق ناحيه صاحبنا بيكون عايز يضربه من ظهره، لكن صاحبنا بكل سهوله بيطلع الخنجر بتاعه وبيقطعه حتى من غير ما يبص له. وبيكون الرئيس واقف مصدوم اللي صاحبنا عمله وبيقول له هو انت من بحق الجحيم؟ وصاحبنا بيقول له انا صاحب العمل الجديد لهؤلاء الرجال. وإيريك بيكون واقف ومتضايق وبيزعق وبيقول اين امتناعك للرئيس الالتقاط؟ وتشاو بيتعصب عليه وبيزعق له وبيقول له امتنان لماذا كان او لا يجب ان يكون لدينا اي من ذلك. والبنت دي الاخرى بتزعق له وبتقول له هذا صحيح لقد استمنعنا اليها فقط لاننا كنا خائفين، لكن ريسان اكثر اخافه. وصاحبنا بيقول لهم انتم بتسمعوني؟ لو وقعتوا عقد معايا احميكم من الراجل المجنون ده. والشخص ده اللي كان بيتضرب بيقول هو انت بالفعل هتخرجنا من
هذا الجحيم؟ وصاحبنا بيقول له اعدك بذلك بس بشرط تسلم لي 50 من المال الذي تكسبه، ولو انت فعلت ده فسوف اعطيك حتى نصائح حول كفاءة لعبة هذه اللعبة. انت متأكد من ان هذا افضل بكثير من ان يكون عليكين في هذه السيرك؟ وتشوق اتباعه اول ما بيسمعوا صاحبنا كده بيتعصبوا كلهم بيقولوا له 50 اللي انت بتقول لهم عليه، انت قلت لنا ان احنا ندفع 90. وصاحبنا بيرد عليهم وبيقول لهم بس انتوا حاولتوا انكم تقتلوني فعشان كده ده اللي خلانا ازود في الفلوس. الرئيس بتاعهم بيقول بعد اصابة الجون الثمين وهيسرق الولد ده كل مراسي، اقتلكم انتوا الاربعه وارسلكم الى الجحيم. وجوني بيكون راقد وبيستمع للي بيقولوه وبيطلع البطاقه الولد ده وبيقول انه كذلك لان امتلك البطاقه دي، والبطاقه دي بتكون عباره عن رخصه اداره النقابه الذهبيه. وبيكون مستغرب وبيقول رخصه النقابه، وبيقول له طبعا عشان دعم اليابان لازم يكون علينا عشان نعرف نتعامل على كل الاحداث اللي بتحصل، لان اليابان دلوقتي بقت القوه فيها كل شيء. وصاحبنا بيكون عاجبه الكلام ده وبيقول له يعني لو انا امتلكت القوه هيبقى معايا السلطه والنفوذ. والشخص ده بيقول له عشان تصبح رئيس نقابه لازم أن تكون معتمد من المستوى بيه، لكن ده مش مهم لانك هتموت هنا. وبكل جنون بيفتح النار عليه والدم بدأ يطرطش في كل مكان، وبنلاحظ ان الدم طالع من الرصاصات وبيكون متوجه مباشره ناحيه صاحبنا. ونشوف لما الوغد ده كان بيضرب الطلقات على صاحبنا، وبالمناسبه هو اسمه كوري، والطلقات دي بتكون كتيره جدا وخلاص بتكون لسه هتصيب صاحبنا، لكن صاحبنا بيفعل حاجز الروح. بالفعل يا صديقي بيكون صاحبنا عمل الحاجز ده، والحاجز ده بيكون كبير جدا وبيطلع شعار من النظام وبيقول المهارة حاجز الروح، المستوى المطلوب 25، المادة مطلوبة جزء من روح الساحر النوع. المهارة دي سوف تبدأ تختفي تلقائيا عند ضرر معين. وكوري بيكون لسه ماسك السلاح وبيضرب على صاحبنا فبيقول انت فعلت مهارة الحاجز، انت طلعت واخد جدا ايها الماكر. استخدمت سوريا صواريخ نووية خلال محاكمة الجليدية في موسكو، لكنهم لا يزالون غير قادرين على تجاوزها بعد. على الرغم من وجود الكثير من اللاعبين فلماذا لا تستخدم اي هيئة بنادق لغزو الابراج المحصنة؟ وكوري برضو لسه ما زال يضرب النار وبيقول له اسكت ايها الحشرة. وصاحبنا بيفضل يقرب عليه لحد ما كوري قال له ما تجيش عند ايها الحشرة وابعد عني. وصاحبنا بيفضل يقرب عليه الحاجز اللي كان حاميه وبيوصل اخيرا عند كوري وبيزقه كده وبيتنطر بعيد، وكوري بيكون عايز يزقه ويوقفه لحد عنده. وصاحبنا بيقول له بص حلو. كوري بيكون خايف جدا ومرعوب وبيقول خلاص انا كده انتهيت وانا هتحطم. وبالفعل يا صديقي الحاجز ده بيزنقه في الحته اللي وراه وبيفعصه حرفيا، وبيكون عمال ينزف دم من الضغط اللي هو عليه وبيكون عمال يتألم جدا. وصاحبنا بيشيل الحاجز عنه عشان هو مش عايزه يموت، وبيبص له كده وبيضحك له ضحكه خبيثه وبيقول له المهارات هي شيء يهزم الاسلحه 100 مره، وانت تفتكر انك هتفوز عليا بالسلاح ده؟ والشخص اللي في السجن ده بيكون متضايق وبيقول حتى الرئيس مش عارف يعمل حاجه ضده. وكلهم بيكونوا واقفين ومهزومين من اللي صاحبنا عمله لان هزم الرئيس بتاعهم بكل سهوله. وصاحبنا بيقول لهم انتوا كلكم عايزين تعملوا عقد معايا ولا لا؟ وكمكافاه مني ليكم هسيبكم تعملوا اي حاجه في الحشره دي. وهو قصده اصلا على كوري، وايريك بيروح على كوري عشان يساعده ان هو يقف وبيقول له هو انت بخير يا رئيس ولا ايه؟ وتشاو مجموعته بيكونوا عمالين يزعقوا احنا عندنا كتير من الضغينه ضده، طالما ان انا هنتقم منه بالفعل انا هوقع على العقد ده. وبنروح لكوري اللي بيكون بينزف من كل مكان وبيكون عمال يتألم وبرضه بيكون عايز يقوم، لكن ايريك بيقول له من فضلك يا زعيم خليك قاعد واستريح. وكوري بيقول لايريك شخص زي ده ما يملكش اي حاجه حتى رخصه ما يملكهاش وعنده القدره ان هو يعمل كل ده، السلطات مش هتسكت على ده. وصاحب ده بيضحك ضحكه شريره وبيقول له انت ما تعرفش ولا ايه ان القوه في العالم ده هي كل حاجه. وتشاب بيكون قاعد في امان الله بيسمع صوت من وراه، اول ما بيبص وراه بيتلاقي ناس كتير واقفين قدامهم وبيكون بيشعوا نار وبيكونوا عايزين يضربوهم، وبالفعل يا صديقي بيهجموا عليهم وبيضربوهم وبيطرشوهم قدام وبيكونوا فرحانين جدا وبيكونوا عمالين يهتفوا باسم صاحبنا وبيقولوا للاشخاص اللي هم بيضربوهم لتشاو يعني واتباعه ده هو الضرب اللي تضربته لنا صح ولا لا؟ موت ايها الحشره. وصاحبنا بيكون واقف فرحان وبيكون بيقول في سره انا اليوم حصلت على الكثير من المال واعتقد كده ان انا استخدم هؤلاء الرجال لكسب المزيد من المال. سيكون الامر ممتعا اكتر اذا قمت بانهاء تجاري عندما يبدا الانسان بالذعر. وبيطلع له النظام وبيقول له سيتم الغاء نقاط الاختبار والوقت المتبقي هو 29 يوم و23 ساعه. وبنيجي تاني يوم الصبح بنروح للمكان ده وبيكون اسمه مقر جامعه اللاعبين، مكان امتحان شهاده الرتب. وبنشوف صاحبنا بيكون حاطط ايده في جيبه وماسك الازازه دي في ايده وماشي في وسط الجامعه بكل فخامه وما بيكونش همه اي حد، وبيسمع الاشخاص اللي ورا دول جايين وبيقولوا معلن اصدقاء اذا كان اللاعبين لديهم رتبه بي او اعلى
على ما اظن كده حتى الراتب السنوي الذي يبلغ عشرات الملايين من الين ليس مجرد حلم بعيد انك تحققه. وصاحبه اللي ماشي جنبه بيقول له ما تفرحش قوي كده يا عم، كما تعلمون واحد فقط من الناس في اليابان هم من رتبة بي، وفقط 9 اشخاص في بلاد كلها رتبة ايه. وصاحبه اللي جنبه بيقول له ايها الغبي اتعلم انك تبص للواقع. وصاحبنا بيكون ماشي وسامع كل حاجه هم بيقولوها، ما بيكونش عارف هم بيقولوا كده ليه. مره اسبوعين منذ ان اصبح النبوءه على الانترنت حقيقيه، بنشوف المذيع ده على احد الشاشات اللي في الشارع وهو بيقول للناس عرضت الحكومة اليابانية جائزة قدرها 100 مليون ين لأي شخص يمكنه مسح المغارات، والأشخاص كلهم بيكونوا فرحانين وبيكونوا متحمسين جدا وبيكونوا عمالين يهيصوا في الشارع. ولكن كما هو متوقع كانت النتائج كارثية، ولذلك أصبح الزميان التقدم بطلب للحصول على عضوية اتحاد اللاعبين. لا يسمح لأي شخص للانضمام إلى الجماعة بإجراء التجارب. وبنروح لصاحبنا هو اللي بيكون ماشي وبيقول أنا متأكد من أن هناك الكثير من المال وراء ذلك، أنا عايز حتة من هذه الكعكة. وصاحبنا بيسمع صوت جاي من فوق، وبالفعل بنشوف في حاجه نازله قويه جدا على صاحبنا، والحاجه دي بتنزل قدام صاحبنا على طول، ولكن صاحبنا ما بيتأذاش بيها. واحد الاشخاص بيكون واقف جنب صاحبنا وبيقول علامه توقف السيارات نزلت من السماء. وبنشوف الشخص ده هو بيقول اندوكي انت قمت بخداعي سابقا، ولكن ما تفكرش انك هتعرف تهرب من ديونك. وبنشوف ان الشخص ده هو اللي كان موقف صاحبنا من قبل لما كان بيطلب منه الفلوس اللي عليه، وبينزل على طول قدام صاحبنا. وصاحبنا بيقول كرش القروض تاكو، هو انت جيت هنا عشان تأدي الامتحان الرطب ولا ايه؟ لقد شارك الرجل الذي تم القضاء عليه بضربة واحدة من احد المبتدئين، وانت بتضيع وقتك فقط هنا. وتاكو بيضحك ضحكة خبيثة وبيقول هل تعتقد ان انا ما زلت نفس الشخص الذي كنت عليه من قبل؟ الان لدي الصنف الاقوى رجل الرمح. وصاحبنا بيقول له رجل الرمح ده مجرد صنف يختاره الانسان الذي لا يعرف شيء. وتاكو بيتعصب من صاحبنا جدا وبيزعق له وبيقول له انها فئة قوية في البداية لكنها في النهاية لن تكون قادرة على مواكب ضخمة الطاقة. وعرفني ايه هي فئتك ايها الطفل. وصاحبنا بيبص له كده وبيقول له انا مبتدئ. وتاكو بيفضل يضحك عليه وبيقول له مبتدئ هذا عمليانا هو نفس كونك بلا صنف. وصاحبنا بيقول له انا ما بكدبش، مبتدئ هي فئتي الاساسيه بعد كل شيء. وتاكو بيمسك البتاع ده وبيبص لصاحبنا وبيضحك له ضحكه شريره وبيقول له هعرض عليك قوه الرجل الرمح الحقيقيه. وبيشقل البتاع دي بكل قوه ناحيه صاحبنا، لكن صاحبنا بيتفاداها بكل سهوله وبيجري ناحيته بسرعته الكبيره. وتاكو بيكون خايف جدا من صاحبنا بيقول له انت بتعمل ايه؟ وصاحبنا في لمح البصر بيكون جه قدامه وبيقول له انا كنتش عايز اعمل ضجه كبيره هنا قبل الامتحان، لكن انت اللي غصبتني على كده وانت اللي بدات في الهجوم، فاستحمل بقى اللي هيحصل لك. وحرفيا صاحبنا بس بيديله بنيه من ايده بيطيره فوق جدا، وبيكون تاكو ده بيكون مرعوب جدا فبيقول له انت عملت كده ازاي؟ وبينزل على الارض وبيتوجع جدا وبيصرخ صرخه كبيره. وصاحبنا بيسيبوه وبيمشوا الناس كلها بتتلم عليه، وهو صاحبنا هو ماشي بيقول ده هو دفاع عن النفس، فحد لو جه سالني ايه اللي انت عملته ده هو له دفاع عن النفس. وصاحبنا بيروح للمكان ده وما بيكونش عارف هو ايه المكان ده، هو بيقعد قدام الموزه دي والموزه دي بتقول له رسوم الامتحان الرتب ستكون ب 8000 ين. وصاحبنا بيقول لها ده غالي. وصاحبنا بيروح يقعد على الحته دي وبيكون زعلان جدا وبيقول انا عايزين على دفع 8000 ين. والبنت دي بتجيله تاني، وبالمناسبه هي اسمها يارا، تروح له بتقول له انا اسفه على جعلك تنتظر، وبتقول له الان عنده سنبدا امتحان شهاده الرتبه الان. وبيروحوا هما الاثنين ناحيه الحجر العملاق ده وبيكون من حوله بتشع هاله. وصاحبنا بيقف قدامه وبيبص له وبيقول اذا فان محتوى الاختيار كان تماما كما ابلغتك، اذا علي فقط انا اضع يدي في هذا الشيء. وعلى طول صاحبنا بيروح ناحيه الحجر ده وبيرفع ايده عشان يحطها عليه، وبالفعل اول ما بيحطها عليه في حاجه بتطلع كده وبتشد ايد صاحبنا وبخليها تلمس الحجر، وبيكون الهاله محاطه من كل مكان. وفجاه بتطلع هاله قويه جدا ورارا بتخاف منها جدا وبتقول هو ايه ده، وكده بيكون مصدوم من الهاله دي لانها بتكون هاله قويه جدا وكبيره جدا. وبيكون مصدوم وبتبص على صاحبنا وبتقول هو في ايه في العالم ده. وبيرجعوا تاني في مكتب يارا وبتزعل عنده وبتقول له عنده لقد ظهرت نتائج الاختبار وقد تم الحكم على ان قدرتك تعادل قدرة رتبة ايه. وبنشوف صورة صاحبنا جنب رتبة ايه، ويارا بتقول له انا متأكدة انك عالم بهذا الفعل، ولكن يمكن اللاعبين تغير صنفهم. سيد السحر ورئيس الاسقافة